الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا دكاترة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير في اتم صحة وحال يا رب العالمين. اهلا وسهلا بيكم معانا النهاردة في تاني حصة من حصص الجنرال باثولوجي. بدأنا المرة اللي فاتت يا دكاترة بانترودكشن صغيرة عن الباثولوجي، وعرفنا يعني ايه باثولوجي واحنا بندرس ايه في الباثولوجي، وقلنا يا دكاترة ان يهمنا جدا نتكلم عن الامراض على مستوى الخلية، او نشوف الخلية بتتأثر ازاي في الامراض. تمام، جميل جدا، ماشي. وخدنا حاجه اسمها سيل انجري، وعرفنا السيل انجري دي يا دكاتره ايه اسبابها وايه الميكانيزم بتاعها. ده كله خلصناه في المره اللي فاتت. وقلنا يا دكاتره المره اللي فاتت ان احنا عندنا السيل انجري، الخليه لما تتعرض لانجري، هذا الانجري لا اما يكون عندنا ريفيرسبل لا اما يكون irreversible انجري. تمام، هنبدا النهارده ان شاء الله وناخد النوعين عندنا بتوع السيل انجري، نوع اسمه ريفيرسبل سيل انجري ونوع اسمه irreversible سيل انجري. وايه الفرق ما بينهم يا دكاتره؟ ريفيرسبل سيل انجري معناها ان احنا لو حصل عندنا انجري للخليه، الخليه لو شلنا سبب الانجري ده تقدر ترجع نورمال سيل تاني. تمام، بس الirreversible معناها ان الخليه ماتت يا دكاتره، يبقى بالتالي الخليه مش ممكن ترجع للنورمال سيل تاني. تمام، جميل جدا. طيب تعالوا نبدا مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. السيل انجري يا دكاتره، لو كان سبب الانجري عندنا مايلد، يعني الانجري اللي حصل على الخليه يا دكاتره مايلد انجري، فبيعمل عندنا نوع من الانجري اسمه ريفيرسبل. ومعنى ريفيرسبل ان الخليه بتفقد الوظيفه بتاعتها لمده معينه، ولكن لو شلنا سبب الانجري الخليه ممكن ترجع تاني نورمال سيل. تمام، ده لو كان عندنا الانجري مايلد. اما لو الانجري عندنا يا دكاتره سيفير انجري، فالسيفير انجري عندنا يا دكاتره ده بيدخلنا في حاجه اسمها irreversible انجري. ومعنى يا دكاتره كلمه irreversible انجري معناها ان حصل عندنا سيل ديث. معناها ان حصل ايه يا دكتور؟ حصل سيل ديث. يعني ايه يا دكتور سيل ديث؟ يعني الخليه ماتت خلاص. وهل هناك ميت بيرجع للحياه؟ والإجابة لا. فبالتالي irreversible injury معناها الخلية ماتت، والخلية اللي بتموت مش ممكن ترجع نورمال سيل، خلاص قضي الأمر. تمام، طيب. والخلية يا دكاترة بتموت عندنا بطريقتين، طريقة اسمها نيكروزز وطريقة اسمها أبوبتوزز. هندرسهم النهاردة إن شاء الله ونعرف كل واحدة يعني إيه. تمام، طيب. بس قبل ما نروح للirreversible injury عاوزين نتكلم عن reversible injury يا دكاترة. الريفيرسبل انجري قلنا معناها ايه؟ قلنا معناها ان الخليه لما بتفقد الخليه بتفقد وظيفتها لمده معينه، ولكن لو وبيحصل فيها بعض التغيرات هنعرفها دلوقتي، لكن لو شلنا سبب الانجري ده فالخليه تقدر ترجع نورمال سيل تاني. تمام، جميل جدا، ماشي. عندنا بقى يا دكاتره شكلين للريفيرسبل انجري، شكل بنسميه سيل سويلنج وشكل بنسميه فاتي تشينج. وركزوا بقى معايا في الكلام ده. سيل سويلنج يا دكاتره معناها الخليه هتتنفخ، الخليه هيكبر حجمها. تمام، ليه الخليه هتتنفخ؟ بصوا معايا. اول حاجه يا دكاتره بنقول ان احنا عندنا السيل سويلنج، عاوزين نتكلم عن التايبز بتاعته. والسيل سويلنج معناها الخليه هتتنفخ، هو اول شكل من اشكال الريفيرسبل انجري. طيب ايه الانواع بتاعته؟ اول نوع يا دكاتره عندنا اسمه هيدروبيك تشينج، وتاني نوع اسمه فاكيولار تشينج. تمام، ايه معنى هيدروبيك وايه معنى فاكيولار؟ بصوا يا دكاتره، الخليه لما يحصل فيها انجري بيتراكم جواها ميه. ايه اللي بيحصل؟ بتراكم جواها ميه. تمام، طيب. وانا هاجي على الخليه دي يا دكاتره وهفترض ان الخليه دي، او هقسم الخليه دي عندي نصين. تمام، وهفترض ان كل نص لوحده. تمام، لو كميه الميه اللي اتراكمت جوه الخليه يا دكاتره كانت عندنا كتير بهذا الشكل، كمية المية اللي اتراكمت كانت عندنا مية كتير بهذا الشكل، فده عندنا يا دكاترة بنسميه vacuolar change. بنسميه ايه؟ vacuolar change. معناها ان المية عندنا عاملة ايه يا دكاترة؟ عاملة فاكيولز من المية، وفاكيولز حاجة كبيرة.
لكن لو احنا الخليه راكمت كميات قليله عندنا من الميه، كميات قليله يا دكاتره بهذا الشكل، فبيتراكم عندنا جوه الخليه حبيبات من الميه زي ما انتم شايفين. هذه الحبيبات من الميه بتخلي الخليه لما نبص عليها تحت الميكروسكوب يا دكاتره تلقى كانها خليه مشبره، مشبره سموها هيدروبيك تشينج، هيدروبيك تشينج. تمام؟ يبقى بالتالي عندنا تو تايبس، عندنا هيدروبيك تشينج وعندنا فاكيولار ديجنريشن او فاكيولار تشينج. الهيدروبيك تشينج ده المايلد فورم، وده اللي بيحصل في الاول، وده عندنا دكاتره نقط ميه صغيرين. اما ده فاكيولار تشينج ده عندنا فاكيولز ميه كبيره جوه السيتوبلازم. تمام؟ طيب جميل جدا. انت يا دكتور بتقول لي دلوقتي ان احنا بيتراكم عندنا ميه جوه الخليه، والميه دي على نوعين، والميه دي لما تتراكم جوه الخليه بتخلي الخليه يحصل لها سويلنج. ماشي، انا صدقتك، بس انت ما قلتليش ايه اللي خلى الميه تتراكم جوه الخليه. انا هقول لك دلوقتي. خدنا المره اللي فاتت يا دكاتره في الميكانيزم اوف سيل انجري، قلنا يا دكاتره ان بيقل عندنا الاي تي بي، صح ولا لا؟ بيقل الاي تي بي. طب لما يقل الاي تي بي برضه خدنا المره اللي فاتت ان احنا كان عندنا دكاتره مضخه، المضخه دي بامب موجوده في السيل ممبرين. البامب دي بتعمل ايه؟ قال لك والله البامب دي بتطلع 3 صوديوم بره الخليه وتدخل مكانهم يا دكاتره 2 بوتاسيوم جوه الخليه. يبقى بتطلع 3 صوديوم بره الخليه وبتدخل 2 بوتاسيوم جوه الخليه. برضو المضخه دي بتطلع 3 صوديوم بره الخليه وتدخل عندنا دكاتره 2 بوتاسيوم جوه الخليه. تمام؟ وقلت لك المره اللي فاتت ان المضخه دي اسمها صوديوم بوتاسيوم بامب، صوديوم بوتاسيوم بامب. وهذه الصوديوم بوتاسيوم بامب ما دام اسمها بامب يبقى دكاتره هي محتاجه ايه؟ يبقى هي محتاجه اي تي بي. مظبوط؟ طيب لو احنا قل عندنا الاي تي بي، البامب دي تشتغل ولا ما تشتغلش؟ ما تشتغلش. فبالتالي ايه اللي بيحصل؟ يبدا يا دكاتره الصوديوم اللي المفروض احنا نطرده بره يبدا يتراكم جوه الخليه. تمام؟ فبالتالي هيتراكم عندنا هنا يا دكاتره، هيتراكم عندنا صوديوم جوه الخليه بهذا الشكل. تمام؟ هيتراكم عندنا صوديوم جوه الخليه. طب لما الصوديوم يا دكتور يتراكم جوه الخليه يعمل ايه؟ الصوديوم ده يسحب وراه ميه، صح ولا لا؟ فلما يسحب وراه ميه الخليه تتملي ميه وتتنفخ. تمام؟ جميل جدا. ماشي. امتى يحصل عندنا هيدروبيك تشينج؟ لو الاي تي بي اللي قل كان مايلد، يعني الاي تي بي قل بس مش قوي، قل شويه، فالبمب اتعطلت بس مش قوي، اتعطلت شويه، فتراكم عندنا يا دكاتره فتراكم عندنا الصوديوم جوه الخليه وسحب وراه شويه ميه، عامل هيدروبيك تشينج. طيب ايه رايك لو احنا الاي تي بي اللي قل عندنا يا دكاتره قل جامد؟ الاي تي بي عندنا ايه حصل له؟ ايه؟ قل جامد الاي تي بي. تمام؟ طب يا دكتور لما الاي تي بي يقل جامد ايه اللي يحصل عندنا؟ البامب تتعطل جامد. طب يا دكتور ولما البامب تتعطل جامد ايه اللي يحصل؟ يزيد تركيز الصوديوم جوه الخليه جدا. ماشي؟ يزيد كتير، فبالتالي ايه اللي يحصل عندنا؟ يسحب وراه ميه كتير فيعمل فاكيولار تشينج، فيعمل فاكيولار تشينج. تمام؟ يبقى ملخص الكلام ان احنا عندنا يا دكاتره هيقل الاي تي بي، ولما يقل الاي تي بي هنراكم ميه جوه الخليه. ليه هنراكم ميه؟ لان احنا عندنا الصوديوم هيتراكم جوه الخليه والصوديوم بيسحب وراه ميه بالخاصيه الاسموزيه. تمام؟ جميل جدا. فبالتالي الباثوجينيسيس عندنا يا دكاتره ببساطه ان مين اللي تعطل عندنا؟ اتعطلت عندنا يا دكاتره الصوديوم بوتاسيوم بامب، اتعطلت عندنا الصوديوم بوتاسيوم بامب. جميل جدا. ماشي. جروسلي وتحت الميكروسكوب، يعني ايه يا دكتور جروسلي؟ يعني بعينينا. وعلى فكره التغيرات اللي بالعين هنا اوضح من التغيرات تحت الميكروسكوب. تمام؟ طيب بعينينا هنشوف ايه؟ قال لك والله ده عندنا الاورجان اتراكم فيه ميه، الاورجان ده قل فيه الاي تي بي. فاكر من المره اللي فاتت ايه الحاجات اللي تقلل الاي تي بي؟ مثلا اسكيميا. يعني مثلا يا دكاتره الكدني الدم اللي رايح لها قليل حصل فيها اسكيميا، فحصل ان الاي تي بي فيها قل. ماشي؟ فتعطلت عندنا الصوديوم بامب. ايه اللي يحصل عندنا جروسلي بعينينا؟ والله الاورجان هيزيد الويت بتاعه لانه هيبدا يراكم ميه، صح ولا لا؟ فهيزيد الويت،
هيزيد الويت بتاع الاورجن، يعني هيزيد وزن الاورجن. غير هيزيد الويت يا دكاتره، قال لك الاورجن هيبقى بيل ان كلر. بيل ان كلر. ليه بيل ان كلر؟ قال لك والله الاورجن ده او الخلايا دي لما تبقى ديستندد، لما توسع الخلايا دي ديستندد او يحصل لها سويلنج بالميه، هتدوس على البلاد سبلاي وتقفل الدم اللي داخل للاورجن، فبالتالي يا دكاتره الاورجن يبقى لونه بيل ان كلر، باهت. ليه باهت؟ لان احنا قللنا الدم اللي رايح. جميل، رائع جدا، ماشي. تحت الميكروسكوب، التغيرات تحت الميكروسكوب عندنا يا دكاتره في تغيرات في الممبرين، وفي تغيرات في السيتوبلازم، وفي تغيرات في النيوكليوس. في تغيرات في الممبرين، وتغيرات في السيتوبلازم، وتغيرات في النيوكليوس. تعالوا نبص عليها يا دكاتره عندنا على الصوره دي، وبعد كده نرجع تاني. والصوره دي يا دكاتره عندنا بتقول الاتي. الصوره دي بتقول ان احنا عندنا اول حاجه على مستوى السيل ممبرين من بره. شايف السيل ممبرين يا دكاتره بدات تتكون فيه الحاجات دي. تمام، احنا نورمالي الخليه عندنا ادي نورمال سيل يا دكاتره، دي خليه عاديه وده السيل ممبرين بتاعها. تمام، ايه اللي بيحصل بقى عندنا؟ قال لك والله بيبدا السيل ممبرين يطلع منه حتت تبوظ من السيل ممبرين بهذا الشكل. الحتت دي يا دكاتره بنسميها بليبز. بنسميها ايه؟ بليبز. بنسميها بليبز. فالممبرين هنا بيحصل فيها دكاتره حاجه بنسميها ايه؟ بليبنج. بيطلع منه بليبز. تمام، البليبس دي ليه طلعت من السيل ممبرين؟ عادي راكم جواه ميه، فبالتالي في حاجات باظت عندنا من السيل ممبرين، حصل عندنا بليبنج للسيل ممبرين. ده رقم واحد عندنا التغيرات في السيل ممبرين. طيب رقم اثنين تغيرات في السيتوبلازم. بصوا بقى عندنا السيتوبلازم يا دكاتره. اول حاجه شايفين الاستراكشر ده اللي لونه اخضر؟ ده عندنا يا دكاتره الاندوبلازميك ريتيكولوم. هذه الاندوبلازميك ريتيكولوم، الشبكه الاندوبلازميه، هذه الاندوبلازميك ريتيكولوم يا دكاتره برضه بتبدا تراكم جواها ميه. لما تراكم جواها ميه هيطلع منها برضه بليبز زي ما انتم شايفين. قال لك احيانا البليبز دي اللي طلعت من الاندوبلازميك ريتيكولوم بتبدا تنفصل عن اندوبلازميك ريتيكولم، وتبقى عندنا فيسيكلز موجوده يا دكاتره في السيتوبلازم. فيسيكلز موجوده في السيتوبلازم. تمام، جميل جدا. فدي بنلقى عندنا يا دكاتره سيتوبلازميك فيسيكلز، عباره عن ايه؟ عباره عن البليبز بتاعت الاندوبلازميك ريتيكولم اللي انفصلت عنها. تمام، جميل جدا. يبقى اول حاجه في السيتوبلازم الاندوبلازميك ريتيكولم بقت ايه يا دكاتره؟ بقت ديستندد. شايف ديستندد ازاي؟ وطلع منها بليبز، وعملت عندنا يا دكاتره ايه؟ فيسيكلز. تمام، طيب في عندنا يا دكاتره على الاندوبلازميك ريتيكولم، لو دي عندنا الشبكه الاندوبلازميه بهذا الشكل، موجود عليها يا دكاتره من فوق الرايبوزومز. تمام، اتاتشد على الاندوبلازميك ريتيكولم عشان تصنع البروتين، اسمها الرايبوزومز. قال لك لما تبقى ديستندد وسوولن، الادي عندنا الاندوبلازميك ريتيكولم يا دكاتره بتبقى ديستندد بهذا الشكل، والرايبوزومز بتنفصل عن الاندوبلازميك ريتيكولم. تمام، يبقى الرايبوزومز هنا يا دكاتره بتبقى ايه؟ بتبقى سيباريتد. تمام، طيب جميل جدا. ده بالنسبه عندنا للرايبوزومز. يبقى لو احنا جينا ورسمنا هنا عندنا بهذا الشكل يا دكاتره، دول هيبقوا عندنا الرايبوزومز اللي هم سيباريتد عن الاندوبلازميك ريتيكولوم. جميل جدا. غير كده يا دكاتره عندنا هنقول ان احنا في عندنا الميتوكوندريا. شايفين الميتوكوندريا دي باللون الاحمر؟ الميتوكوندريا بيحصل لها ايه؟ والله ما فيش حاجه جديده. الاندوبلازميك ريتيكولم حصل لها ديستنشن، والسيل ممبرين حصل له ديستنشن، والخليه سوولن. ليه؟ في ميه. الميتوكوندريا برضه هتبقى ديستندد خلاص. ويا دكاتره الانزيمات بتاعت الميتوكوندريا هتبدا تتجمع عندنا بهذا الشكل، فتعمل عندنا حاجه اسمها امورفيك دنسيتيز. خلاص، دنسيتيز طبعا ده عندنا تحت الالكترون مايكروسكوب. دنسيتيز معناها تكتلات. ايه التكتلات اللي موجوده عندنا في الميتوكوندريا دي؟ هي الانزيمات بتاعت الميتوكوندريا يا دكاتره بتبدا تتكتل عندنا بهذا الشكل، تعمل حاجه اسمها امورفيك دنسيتيز. امورفيك دنسيتيز. تمام، جميل جدا، ماشي. اخر حاجه عندنا يا دكاتره هي الاشكال اللي لونها اسود دي، ودي بنسميها مايلين فيجرز. هذه المايلين فيجرز عندنا يا دكاتره عباره عن ايه؟ قال لك والله في شويه من الممبرينز اللي هي عباره عن فوسفوليبيد. مش احنا السيل ممبرين عندنا عباره عن فوسفوليبيد؟ قال لك شويه من الممبرينز بترابتشر. تمام،
والممبرينز دي يا دكاتره بتبدا تتكتل او تتجمع عندنا في السيتوبلازم وتعمل حاجه اسمها مايلين فيجر. مايلين فيجر عباره عن فوسفوليبيد دنسيتيز. تمام، جميل جدا. تيجي الكلام اللي احنا شفناه هنا تيجي نكتبه مع بعض. يلا بينا نكتبه مع بعض، بسم الله. اول حاجه يا دكاتره قلنا الممبرين بيطلع عندنا ممبرين بليبس. جميل. تاني حاجه عندنا السيتوبلازم. الاندوبلازميك ريتيكولوم بيبقى ماله؟ بيبقى يا دكاتره عندنا ديستندد. وبرضه يا دكاتره بتطلع منه شويه من البليبز اللي طلعت منه، بتعمل عندنا فيسيكلز في السيتوبلازم. جميل جدا. الرايبوزوم يا دكاتره بتبقى عندنا ديتاتشد من السيتوبلازميك ريتيكولوم. جميل. الميتوكوندريا برضو بتبقى عندنا يا دكاتره ديستندد وفيها يا دكاتره امورفيك دنسيتيز. عباره عن ايه الامورفيك دنسيتيز؟ امورفيك يا دكاتره يعني شكلها غريب. امورفيك دنسيتيز، هذه الامورفيك دنسيتيز عندنا يا دكاتره عباره عن الانزيمات بتاعه الميتوكوندريا اللي اتكتلت بهذا الشكل. تمام. طيب بيبقى عندنا يا دكاتره برضو مايلين فيجرز. المايلين فيجرز دي عندنا يا دكاتره عباره عن ايه؟ المايلين فيجرز، مايلين يا دكاتره يعني ليبيد. تمام، يبقى هنا ديستندد وبرضه بيبقى عندنا دنسيتيز. المايلين فيجرز، مايلين يعني ليبيد، خلاص. فالمايلين فيجرز دي عندنا يا دكاتره عباره عن فوسفوليبيد دنسيتيز. عباره عن ايه الفوسفوليبيد دنسيتيز او المايلين فيجرز اللي لونها اسود دي؟ قال لك والله يا دكتور دي عباره عن الفوسفوليبيد بتاع السيل ممبرين اللي انفصل، اللي بعد السيل ممبرينز عندنا ماتت واتجمعت عندنا بهذا الشكل، والسيل ممبرين اساسا عباره عن فوسفوليبيد، عمل عندنا هذه المايلين فيجر. بالنسبه للنيوكليوس يا دكاتره، فالنيوكليوس زي ما انتم شايفين بتبقى الكروماتين فيها كلامبد، بمعنى ان انا دي عندي النيوكليوس الطبيعيه. النيوكليوس دي عندي يا دكاتره في الشكل بتاعها قال لك الكروماتين اللي هي الدي ان اي بتاع النيوكليوس بيبدا كلامبد، يعني بيبدا يتكتل حوالين بعضه. تمام، بيبقى كلامبد على بعضه بهذا الشكل. تمام. فالكروماتين بيبقى كوندنسد وكلامبد. ده بالنسبه عندنا للنيوكليوس. طب ايه اللي بيعمل كده؟ قال لك والله مش احنا خدنا المره اللي فاتت ان لما يقل عندنا الاي تي بي بنعتمد على الان ايروبيك ريسبيريشن وبيزيد عندنا يا دكاتره تكوين اللاكتيك اسيد. قال لك اللاكتيك اسيد الاسيديتي بتاعت الخليه بتخلي الكروماتين بتاع النيوكليوس كلامبد، يعني يتكتل على بعضه. خلاص، جميل. يبقى النيوكليوس يا دكاتره بنلقى عندنا كلامبد كيراتين. جميل جدا جدا جدا. تمام، ده بالنسبه عندنا يا دكاتره للسيل سويلنج، وده بالنسبه عندنا للريفيرسبل انجري. الريفيرسبل انجري لو شلنا السبب بتاع الانجري بنشوف يا دكاتره ان احنا ممكن نرجع نورمال سيل. تعالوا يا دكاتره خدنا التغيرات بتاعت الريفيرسبل ودي قلنا اول حاجه فيها بيحصل عندنا سيل سويلنج. طيب امال يا دكتور فاتي تشينج مش هنتكلم عنها دلوقتي، بس فكرتها بسيطه. ايه فكرتها يا دكتور؟ فكرتها ان احنا في عندنا بعض الخلايا في الجسم اللي بتعمل فات ميتابوليزم زي خلايا الليفر مثلا. تمام، الفات ميتابوليزم ده يا دكاتره محتاج طاقه ولا مش محتاج؟ اكيد محتاج طاقه. طب ايه اللي بيحصل عندنا؟ بيحصل ان احنا يا دكاتره لما الخليه دي يقل الاي تي بي اللي فيها، فما بيبقاش في اي تي بي كويس ان احنا نعمل فات ميتابوليزم، فبالتالي بيبدا الفات يتراكم جوه الخليه ودي اسمها فاتي تشينج، وده بيبقى عندنا ريفيرسبل. تمام، وده هندرسه ان شاء الله في الشابتر الثاني مش دلوقتي. خلاص، يبقى بالتالي الفاتي تشينج هندرسه ان شاء الله في الشابتر الثاني ونعرف بالتفصيل جروث تحت الميكروسكوب بيبقى شكله عامل ازاي. جميل جدا. ده بالنسبه عندنا يا دكاتره للريفيرسبل انجري، وقلنا الريفيرسبل انجري بيحصل لو الانجري عندنا يا دكاتره مايلد انجري. طيب ايه رايكم لو الانجري عندنا سيفير انجري؟ فبيعمل عندنا يا دكاتره حاجه اسمها irreversible انجري. ومعنى كلمه irreversible يا دكاتره
ان الخليه ماتت، سيل ديث، سيل ديث، الخليه ماتت. تمام، جميل جدا. ومعناه انها ماتت يبقى بالتالي حتى لو شلت الانجري، حطيت الانجري، انا مش ممكن ارجع للنورمال سيل تاني، خلاص الخليه ماتت، قضي الامر. تمام، طيب جميل جدا ماشي. بص يا دكاتره، على الرغم ان احنا ما نقدرش يعني امتى بالظبط، امتى انا اشاور بصباعي كده بالظبط اقول ان انا دخلت في irreversible injury، قال لك ما نقدرش نحدد بالظبط، ولكن في عندنا حاجتين لو حصلوا اقدر احلف لك ان احنا دخلنا في irreversible injury. ايه الحاجتين دول؟ قال لك يا دكتور رقم واحد، لو حصل عندنا decrease ATP production او عدم المقدره على ال ATP production، بمعنى ان احنا عندنا دكاتره الميتوكوندريا دي كانت محتاجه الاكسجين عشان تطلع ال ATP. خلاص، لو حصل عندنا يا دكاتره حاجه اسمها ميتوكوندريال ديسفانكشن، ميتوكوندريال ديسفانكشن معناها ان الميتوكوندريا باظت. طب يا دكتور الميتوكوندريا باظت، من الدرس الاول خدنا ان مثلا ممكن يحصل عندنا اكتيفيشن لبعض الانزيمات اللي ممكن تبوظ الميتوكوندريا، ممكن يا دكاتره الاكسجين لما يقل الميتوكوندريا تبوظ. المحصله عندنا ان الميتوكوندريا لو باظت خلاص الف مبروك، انت مش هتطلع اي تي بي تاني، يبقى ما دام مش هتطلع اي تي بي تاني يبقى انت خلاص هتخش عندنا في irreversible injury حتما، قضي الامر. ليه؟ خلاص الميتوكوندريا باظت. تمام، جميل جدا. يبقى بالتالي عندنا دكاتره لو في ديكريز اي تي بي برودكشن بسبب ميتوكوندريال ديسفانكشن، ده عندنا يا دكاتره علامه من علامات الirreversible انجري. رقم 2 عندنا يا دكاتره قال لك لو حصل ممبرين ديسربشن. ممبرين ديسربشن يعني ايه يا دكتور ممبرين ديسربشن؟ بصوا يا دكاتره، احنا عندنا الاورجانيلز جوه الخليه. لو انا عندي دي خليه يا دكاتره بهذا الشكل، والخليه دي ليها سيل ممبرين من بره، برضو الاورجانيلز جوه الخليه ليهم سيل ممبرين. فمثلا ده اورجانيل عندنا اسمه لايزوزوم. اللايزوزوم ده عندنا يا دكاتره ليه ممبرين، واللايزوزوم ده جواه لايزوزومال انزيمز. اللايزوزومال انزيمز دي يا دكاتره بتهضم، صح ولا لا؟ بتكسر. طب ايه رايك لو احنا عملنا ممبرين ديسربشن، يعني احنا جينا وكسرنا الممبرين بتاع اللايزوزوم، يعني الانجري اللي حصلت عملت ممبرين ديسربشن، او يا دكاتره عندنا عملنا ممبرين ديسربشن للسيل ممبرين اساسا بتاع الخليه. ايه رايك؟ رايي ان خلاص الانزيمات بتاعت اللايزوزوم دي هتخرج من جوه الخليه، من جوه اللايزوزوم لبره، وهتبدا تاكل الخليه. طب ايه رايك لو كسرنا السيل ممبرين بتاع الخليه؟ خلاص الخليه هترابتشر، صح ولا لا؟ وبالتالي الخليه هتموت، صح ولا لا؟ يبقى بالتالي يا دكاتره حاجتين لو انت شفتهم يبقى احنا دخلنا في irreversible injury. ميتوكوندريال ديسفانكشن ادت الى decrease ATP برودكشن، ورقم 2 عندنا يا دكاتره ممبرين ديسربشن. تمام، طيب جميل جدا ماشي. بصوا يا دكاتره، الممبرين ديسربشن ده هل احنا نقدر نشوفه بعينينا؟ يا دكتور هتقول لي هو انت بتهزر، انت الخليه دي حاجه بتشوفها تحت الميكروسكوب، ازاي هتشوف الممبرين ديسربشن بعينك؟ اقول لك كلامك صح، بس انا اقدر اشوف الممبرين ديسربشن كلينيكالي. يا راجل ازاي بقى؟ قال لك والله احنا عندنا الخلايا دي يا دكاتره جوه جسم الانسان بتحتوي على انزيمات. الخلايا دي بتحتوي على ايه؟ على انزيمات. ايه رايك لو احنا حصل عندنا سيل ممبرين ديسربشن، الانزيمات بتاعت الخليه دي هتخرج من جوه الخليه لبره، يبقى علامه انها خرجت من جوه الخليه لبره. انا لو قست تركيز الانزيمات دي عندي في الدم، هل تركيز الانزيمات ده مرتفع عندي في الدم؟ تركيز انزيمات مرتفع ده علامه ان الخليه دي ماتت، والانزيمات اللي جواها طلعت عندنا للدم، والانزيمات طلعت للدم. ده كلينيكالي لو انت شفته معناها يا دكاتره ان احنا عندنا الخليه دي ماتت. خلاص، عندنا مثالين على القصه دي. اول مثال يا دكاتره عندنا بنسميه بنسميها دكاتره المايوكارديال انفاركشن.
يعني ايه يا دكتور كلمه مايوكاردال انفاركشن؟ يعني موت عضله القلب. لو عضله القلب ماتت ايه اللي بيحصل؟ ولنفترض ان دي خليه من خلايا عضله القلب. الخليه دي عندنا يا دكاتره جواها انزيم، اسمه ايه الانزيم ده؟ اسمه كرياتين كاينيز، وانزيم تاني يا دكاتره اسمه تروبونين. الانزيمات دي يا دكاتره لو انا قست مستواها في الدم على قدنا جدا، لو انا قست مستوى الانزيمات دي في الدم ولقيته عالي، ده معناه يا دكاتره ان انا عندي مايوكاردال انفاركشن، موت في عضله القلب، لان عضله القلب بتحتوي على الانزيمات دي. تمام؟ جميل جدا. يبقى المايوكاردال انفاركشن يا دكاتره هيزيد فيها او هيزيد عندنا انزيم الكرياتين كاينيز، وهيزيد عندنا يا دكاتره التروبونين، وده اول مثال عندنا. تمام؟ طيب تاني مثال عندنا يا دكاتره خليه الليفر، خليه الكبد. خليه الكبد يا دكاتره برضو جواها انزيمات اسمها ترانس امينيزز. الترانس امينيزز دي يا دكاتره زي انزيم بنسميه ALT وانزيم اسمه AST. هذه الانزيمات عندنا يا دكاتره ALT او AST، الانزيمات دي اسمها ترانس امينيزز وليها شغل جوه خليه الكبد. تمام؟ ايه رايك لو خليه الكبد ماتت؟ الانزيمات دي هتخرج عندنا للدم، ولما انا اقيس مستواها في الدم والاقيه عالي معناها ان خليه الكبد دي ماتت. خلاص؟ يبقى عندي المثال الثاني زياده يا دكاتره ال ALT و ال AST، ودول دكاتره احنا بنسميهم ترانس امينيزز. ترانس امينيزز. تمام؟ طيب دي يا دكاتره حته كلينيكال على موضوع الممبرين ديسربشن. قال لك الممبرين ديسربشن لما يحصل بيزيد عندنا الانزيمات دي في الدم. جميل 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 جميل. ماشي. كده يا دكاتره خلصنا المقدمه بتاعت الirreversible انجري. ونرجع نقول تاني، وانا ما بزهقش، لو انتوا بتزهقوا انا ما بزهقش، وانا بقول ان السيل انجري عندنا لا اما يكون ريفيرسبل لا اما يكون irreversible. ريفيرسبل يا دكاتره معناها لو حصل عندنا مايلد انجري، معناها ان احنا لو شلنا الكوز اوف انجري هنرجع نورمال سيل تاني. اما irreversible انجري ده لو سيفير انجري، وده معناها الخليه ماتت ولا يوجد ميت بيرجع للحياه. تمام؟ طيب بصوا بقى يا دكاتره، موت الخليه بيحصل بطريقتين. موت الخليه بيحصل بطريقتين. الخليه يا دكاتره لا اما تقتل لا اما تنتحر. الخليه ايه؟ لا اما تقتل وده بنسميه سيل كيلينج او بنسميه نيكروزز. خلاص؟ نيكروزز يا دكاتره او بنسميه سيل كيلينج، معناها يا دكاتره ان الخليه قتلت. يعني ايه قتلت؟ يعني في حد قتل الخليه. خلاص؟ في قاتل قتل الخليه. النقطة الثانية عندنا يا دكاترة أو النوع الثاني اسمه أبوبتوزز، وأبوبتوزز معناها إن الخلية انتحرت. خلاص؟ يبقى موت الخلية بطريقتين، لا إما الخلية تقتل سيل كيلينج واسمها نيكروزز، لا إما الخلية تنتحر سيل سويسايد واسمها أبوبتوزز. ومعنى إن الخلية تنتحر يا دكاترة إن الخلية هي بنفسها قررت تموت. هنا لا، الخلية ما قررتش تموت، في حد قتلها. ماشي؟ جميل جدا. يبقى ده بنسميه أبوبتوزز أو بنسميه عندنا يا دكاترة سيل سويسايد، يعني انتحار الخلية. تمام؟ يبقى الirreversible انجري سيل ديث، السيل ديث بيحصل باحدى طريقتين، لا اما حاجه بنسميها نيكروزز ومعناها سيل كيلينج، لا اما ابوبتوزز ومعناها سيل سويسايد. تمام؟ طيب مش هنتكلم عن الابوبتوزز النهارده، هنبدا في النكروزز، وهنتكلم يا دكاتره عن عنوانين كبار في النكروزز، عنوان اسمه مورفولوجي وعنوان اسمه تايبز اوف نكروزز. يعني ايه شكل الخليه اللي نكروتيك، شكل الخليه اللي بتموت، والتايبز اوف نكروزز يعني ايه انواع النكروزز عندنا يا دكاتره. وهنخلص محاضره النهارده ان شاء الله بختام كلامنا عن النكروزز. تمام؟ طيب جميل جدا. قبل ما نروح نقرأ الورق يا دكاترة، هنروح نقرأ الورق دلوقتي زي ما احنا متعودين وزي ما اتفقنا ان انت تركز معايا وبعد كده نروح نقرأ الورق. بس عاوزين يا دكاترة نتكلم عن المورفولوجي اوف نيكروزز، ايه سببه؟ بصوا يا دكاترة، دلوقتي احنا عندنا النيكروزز
ايه سبب النكروزز؟ قال لك والله يا دكتور سبب النكروزز عندنا حاجتين. سبب النكروزز عندنا حاجتين. ايه الحاجتين دول؟ هربط لك اللي فات باللي جاي دلوقتي. احنا قلنا المره اللي فاتت يا دكاتره ان الميكانيزم اوف سيل انجري ايه اللي بيحصل فيه؟ بيحصل دخول للكالسيوم على الخليه، صح ولا لا؟ والكالسيوم ده لما يدخل يا دكاتره بيعمل ايه؟ بيعمل اكتيفيشن لانزيمات بتدمر الخليه. تمام؟ جميل. ما هو ده اللي عندنا هنا. اول سبب من الاسباب بتاعت النكروزز يا دكاتره ان احنا عندنا انزيماتيك دايجيشن. انزيماتيك دايجيشن يعني ايه يا دكتور انزيماتيك دايجيشن؟ يعني دخل الكالسيوم من بره الخليه لجوه الخليه، عمل اكتيفيشن للانزيمات اللي بتكسر وتاكل الخليه، فبالتالي ده اسمه انزيم ده الانزيمات دي لما يحصل لها اكتيفيشن هتبدا تعمل دايجيشن للخليه، هتبدا تاكل مكونات الخليه، تاكل ميتوكوندريا، تاكل نيوكليوس، تاكل عندنا البروتينات جوه الخليه. ده اسمه انزيماتيك دايجيشن. ده رقم واحد. رقم 2 عندنا يا دكاترة حاجة اسمها بروتين ديناتيوريشن. يعني ايه يا دكتور كلمة بروتين ديناتيوريشن؟ معناها يا دكاترة ان انا البروتين نورمالي البروتين المفروض يكون عندي بهذا الشكل. دي عندي بولي بيبتايد تشين بهذا الشكل، المفروض تكون ملفوفة كده يا دكاترة. ادي عندي البروتين نورمالي المفروض بيكون فولدد عندي بهذا الشكل. تمام؟ وده النورمال بروتين. تمام؟ دي بولي بيبتايد تشين، رابطه عديد البيبتيدات. البولي بيبتايد تشين دي فولدد بهذا الشكل ده النورمال بروتين. بروتين ديناتيوريشن معناها ان البروتين اللي كان بهذا الشكل بقى عندنا يا دكاتره بهذا الشكل. تمام؟ ديناتيوريتد بروتين، ده بنسميها دكاتره عندنا ديناتيوريشن. يبقى ايه معنى كلمه ديناتيوريشن؟ معناها ان البروتين بدل ما كان فولدد وملفوف كده، البروتين اتفك عندنا بهذا الشكل، اسمه بروتين ديناتيوريشن. تمام؟ طيب البروتين ديناتيوريشن ده يا دكتور ايه سببه بعد اذنك؟ سببه يا دكاتره اللي قلناه في المره اللي فاتت، ان الخليه لما تبدا تستخدم الان ايروبيك ريسبيريشن وتكون عندنا لاكتيك اسيد، الاسيديتي دي جوه الخليه بتعمل بروتين ديناتيوريشن. بالاضافه يا دكاتره، يبقى ده اول سبب الاسيديتي، بالاضافه الى ان احنا عندنا الكالسيوم بيعمل اكتيفيشن لبعض الانزيمات اللي بتعمل بروتين ديناتيوريشن. تمام؟ بروتين ديناتيوريشن. جميل. يبقى بالتالي احنا هناخد بعد شويه دكاتره المورفولوجي بتاع النكروزز. بس ايه سبب النكروزز؟ النكروزز يا دكاتره سببه حاجتين. ايه هما الحاجتين؟ اول حاجه ان احنا عملنا اكتيفيشن للانزيمات بتاعت الدايجيشن ودي هتهضم مكونات الخليه. تاني حاجه يا دكاتره ان احنا عملنا عندنا بروتين ديناتيوريشن، يعني البروتين بدل ما كان ملفوف كده بقى عندنا يا دكاتره بروتين ديناتيوريتد بهذا الشكل. وده هيعمل عندنا يا دكاتره، او ده هيساهم عندنا في المورفولوجي بتاع النكروزز. تمام؟ ازاي؟ هنعرف لما نيجي نتكلم عن المورفولوجي ان شاء الله. تمام؟ طيب جميل جدا. عاوز اختم بحاجه هنا، ان احنا عندنا ممكن تكون كلمه انزيماتيك دايجيشن دي كلمه مألوفه عندنا، ان احنا كسرنا مكونات الخليه. تمام؟ او يعني سيحنا الخليه. مظبوط؟ يبقى كلمه انزيماتيك دايجيشن دي يا دكاتره عاوزها ترتبط عندكم ان احنا سيحنا الخليه، كسرنا الخليه. تمام؟ طيب بروتين ديناتيوريشن ايه معناها؟ معناها يا دكاتره الخليه كانها اتجلطت. الخليه ايه؟ اتجلطت. عارف الدم لما يكون سائل ويتجلط؟ ماشي؟ الخليه معناها كانها اتجلطت. طب اضرب لك مثال. عارفين البيضه يا دكاتره لما نسلقها؟ البيضه المسلوقه دي هي احلى مثال على البروتين ديناتيوريشن. البروتينات بتاعت البيضه حصل لها حاجه بنسميها كواجيوليشن، وحصل لها ديناتيوريشن، فبالتالي اتجلطت وعملت لنا الشكل بتاع البيضه المسلوقه. تمام؟
انا عاوز كلمه انزيماتيك دايجيشن ترتبط عندكم ان احنا سيحنا مكونات الخليه، وكلمه بروتين دي ناتيوريشن ترتبط ان احنا مكونات الخليه بقت ايه، اتجلطت عندنا. تمام، وده هنعرفه بعد شويه لما نتكلم عن الانواع بتاعه النيكروزز. لكن تعالوا قبل ما نتكلم عن القصه دي عشان ما نتوهش من بعضنا نروح نقرا الملزمه ونرجع تاني. يلا بصوا يا دكاتره، بسم الله الرحمن الرحيم مع بعض من الملزمه. التايبز اوف سيل انجري عندنا لا اما تكون ريفيرسبل لا اما irreversible. بدانا بريفيرسبل سيل انجري، وقال لك ريفيرسبل، قاعد يقول لك كلام كتير يعني الصفحه دي كلها يعني هي على كلمه واحده ان هي ايرلي ستيج. ماشي يا سيدي، بتكون في المايلد فورم. ماشي يا سيدي، قال لك ان بيحصل فيها عندنا فانكشنال تشينجز يعني بتفقد وظيفتها مبدئيا او شويه، ومورفولوجيكال تشينجز على مستوى الشكل، ولكن دول بيبقوا عندنا ايه يا دكاتره؟ ريفيرسبل تشينجز. يعني ايه يا دكتور كلمه ريفيرسبل؟ يعني لو شلنا سبب الانجري ممكن نرجع نورمال تاني. تمام، يبقى هم بيبقوا عندنا ايه؟ ريفيرسبل. جميل. لو الستيمولاس از ريموفد، لو الانجري از ريموفد او سبب الانجري. تمام. يعني قال لك ما دام ان احنا ما حصلش عندنا يا دكاتره ممبرين دامج وما حصلش عندنا ميتوكوندريال دامج، يبقى بالتالي ممكن نرجع تاني. فاكر الحاجتين اللي انا قلت لك لو حصلوا يبقى احنا خشينا في irreversible ميتوكوندريال دامج، او حصل عندنا دكاتره من برين دامج خلاص، او طبعا نيوكليار ديسوليوشن. ده كلام اكيد يعني مش محتاجه. النيوكليوس بتاعت الخليه، عقل الخليه لو مات خلاص الف مبروك. ماشي، فقال لك ما دام ان احنا نوت بروجريست لدول يبقى احنا عندنا يا دكاتره ريفيرسبل، نقدر نرجع نورمال تاني. ماشي طيب. تعالوا يا دكاتره نروح للمورفولوجي اوف ريفيرسبل انجري. في عندنا سيل سويلنج وعندنا فاتي تشينج. السيل سويلنج عندنا في الاول قال لك ان احنا عندنا السيل سويلنج يا دكاتره دي الفيرست مانيفستيشن اوف almost of injury to cells. دي عندنا يا دكاتره more apparent يعني بنشوفها اكتر على مستوى الهول اورجان يعني العضو ككل، يعني جروسلي اكتر من الميكروسكوب، يعني بتبقى واضحه جروسلي اكتر من الميكروسكوب. بس اني ميكروسكوب؟ اللايت مايكروسكوب. اللايت مايكروسكوب يعني ما بتبقاش واضحه قوي على اللايت مايكروسكوب، لكن على الالكترون مايكروسكوب في تغيرات واضحه هنشوفها بعد شويه. تمام طيب. الباثوجينيسيس يا دكاتره قال لك incapability of cells to maintain ionic and fluid homeostasis. يعني بصراحه انا مستغرب ان هو كتب لك الكلام ده في الكتاب. اكتب على طول ان احنا قل عندنا الصوديوم بوتاسيوم بامب اكتيفيتي. تمام، قلت اكتيفيتي بتاع الصوديوم بوتاسيوم بامب بدل الكلام ده كله. تمام. طب جروسلي هيزيد الوزن وهيزيد عندنا يا دكاتره، والاورجان هيبقى بيل لان احنا هندوس على البلاد فيسلز ونقفلها. تحت الميكروسكوب وقصدنا هنا اللايت مايكروسكوب يا دكاتره، باللايت مايكروسكوب احنا هنشوف عندنا السيتوبلازم از ديستندد. خلاص، في فيسيكلز، الفيسيكلز دي من الميه. طب قال لك الفيسيكلز دي عباره عن ايه؟ قال لك الديستندد اندوبلازميك ريتيكولم. خلاص، فاكرين لما قلنا الاندوبلازميك ريتيكولم هتبقى عندنا يا دكاتره الاندوبلازميك ريتيكولم ديستندد وهتكون عندنا فيسيكلز هنشوفها باللايت مايكروسكوب. خلاص طيب. في حاجات ثانيه يا دكاتره هنشوفها بالالكترون مايكروسكوب. بالالكترون مايكروسكوب يا دكاتره عندنا اللي هي الحاجات دي الالترا ستراكشر. تمام، دي هنشوفها بالالكترون مايكروسكوب. ايه بقى الحاجات دي يا دكاتره؟ بصوا معايا. اول حاجه يا دكاتره هيبقى البلازما ممبرين، هيبقى عندنا فيه بليبنج للبلازما ممبرين، هيبقى عندنا تكوين بليب. وقال لك ان الخليه لما تنتفخ الانتر سيلولار اتاتشمنت يعني الاتصال ما بين الخليه والخليه الثانيه هنفقده لان الخليه بقت ديستندد. تمام. الميتوكوندريا يا دكاتره هتبقى فيها سويلنج برضو. تمام، وهيبقى فيها عندنا امورفوس دنسيتيز اللي احنا شفناها اللي هي تكتلات البروتينات في الميتوكوندريا. هنا كاتب عندنا دكاتره في الكتاب وانا ناقل كلام الكتاب بالنص ان بيحصل عندنا appearance of phospholipid rich amorphous densities. هو هنا دخل حاجتين في بعض. تمام. والاحسن يا دكاتره ان احنا نقول ان الميتوكوندريا بيبقى فيها دنسيتيز هي تكتلات البروتينات اللي فيها، وعندنا حاجه ثانيه اسمها فوسفوليبيد دنسيتيز او ريتش دنسيتيز، ودي المايلين فيجرز اللي احنا شرحناها اللي قلنا حتت من السيل ممبرين بتتكتل حوالين بعضها بتعمل مايلين فيجرز. تمام طيب. الاندوبلازميك ريتيكولم برضه يا دكاتره بيبقى دايليتد عندنا، والرايبوزومز بتبقى ديتاتشد. النيوكليوس عندنا يا دكاتره بيحصل عندنا نيوكليار كلامبنج، يعني الكروماتين بيبقى في كلامبنج اوف كروماتين، يعني الكروماتين بيتكتل حوالين بعضه. تمام، جميل جدا. لو احنا جينا نبص يا دكاتره عندنا على الحاجات دي، اهي الحاجات دي عندنا ادي عندنا يا دكاتره
البليبز بتاعت السايتو بتاعت السيل ممبرين، وادي عندنا المايلين فيجرز، وادي عندنا يا دكاتره الفيسيكلز بتاعت الاندوبلازميك ريتيكولم، وادي عندي الاندوبلازميك ريتيكولم ديستندد والميتوكوندريا ديستندد. تمام، دي الحاجات يا دكاتره اللي احنا قلناها. لو بصينا عندنا بقى تحت الميكروسكوب اللي هو اللايت ميكروسكوب يا دكاتره بهذا الشكل، بصوا معايا. دي عندنا خلايا طبيعيه، شايف دي خلايا طبيعيه عندنا يا دكاتره، كل خليه من هذه الخلايا دي دي خلايا نورمال، ده كده نورمال عندنا هنا. بصوا عندنا على الخلايا دي ايه اللي حصل عندنا. الخليه شايف حجمها كان ايه؟ حجمها بقى ازاي يا دكاتره؟ بقى حجمها كبير، الخلايا كبر حجمها. تمام، وبقت عندنا يا دكاتره كانها مشبره. ليه مشبره؟ لان فيها تجمع من الميه، فيها تجمع من الميه. تمام، طيب جميل جدا. وده عندنا يا دكاتره ريفيرسابل انجري. تمام، في عندنا بقى صوره رقم سي هنا، دي عندنا irreversible injury، ده هنعرفه بعد شويه، مش قصتنا دلوقتي. تمام، طيب جميل جدا. يبقى احنا عندنا يا دكاتره A دي نورمال، B هنا عندنا سويلنج الخلايا منفوخه، الخلايا اكبر من المعتاد وشكلها مشبر لان جواها ميه. الirreversible مش قصتنا نتكلم عنها دلوقتي يا دكاتره، بس الirreversible فكرتها ان انت شكل الخليه فقد عندك خلاص. يعني الirreversible الخليه ماتت فشكل الخليه فقد. انت دلوقتي هنا شايف خليه واضحه وما بين الخليه والتاني واضح شويه خلاص، ولكن على الرغم يا دكاتره ان احنا عندنا بنفقد شويه الاتصالات ما بين الخلايا لان الخلايا بتنتفخ، ولكن انت عندك شكل خليه واضح. تمام، تحت الميكروسكوب هنا في الirreversible انت فقدت شكل الخليه اساسا، فقدت شكل الخليه. فده عندنا دكاتره السيل ديث او الirreversible انجري، ومش قصتنا دلوقتي، هيجي الكلام عنه دلوقتي. طيب كده خلصنا ريفيرسبل قرأناه. تعال على الirreversible. قال لك امتى احنا نعرف ان احنا وصلنا للبوينت اوف نو ريتيرن؟ حاجتين، ميتوكوندريال دامج، فبالتالي الاي تي بي برودكشن عندك هيقل، بروفاوند دامج وديسربشن للممبرينز. تمام، وبالتالي يا دكاتره لو حصل ممبرين ديسربشن الف مبروك، خرجت اللايزوزومات، كلت الخليه، خرجت مكونات الخليه لبره، معناها الخليه ماتت، الف مبروك، خليه رابتشرت. تمام، في كلينيكال كورليشن للممبرين، قال لك ان احنا عندنا الانزيمات بتكون موجوده عندنا لو قسناها في الدم هنلاقيها عاليه لما يحصل نيكروزز، زي الكاردياك ماسل بيبقى فيها كرياتين كاينيز وتروبونين، زي الليفر هيباتوسايتس اللي هي خلايا الليفر بيبقى فيها ترانس امينيزز، والترانس امينيزز دول يا دكاتره احنا قلنا عليهم اسمهم ALT و AST. طيب جميل جدا. قال لك لو حصل عندنا irreversible injury وسيل ديث هنلقى فيه increased levels، يعني هنلقى المستويات بتاعت البروتينات او الانزيمات دي عاليه في الدم. تمام، طيب قال لك دول بايو ماركرز. يعني ايه بايو ماركرز؟ يعني مؤشرات كلينيكالي بنشوفهم عشان نشوف حاله الدامج اللي حصلت يا دكاتره للتيشو. تمام، جميل جدا. قال لك السيل انجري طبعا لو كان سيفير بيعمل عندنا سيل ديث. تمام، الكلام ده هو كله عمال يكرر في نفس النقطه. احنا يا دكاتره في كلام كتير، يعني انا مش عاوزكم، المنهج كبير جدا، انا عاوزك الكلام تعرف الكلام المهم، فخلاص انت كلمه واحده اغنتك عن كل الكلام. انا قلت لك ان الانزيمات هتزيد عندنا كرياتين كاينيز وتروبونين في الكاردياك ماسل وترانس امينيز في الليفر هيباتوسايتس. كل الكلام اللي كاتبه زياده ده كلام يا دكاتره عندنا هو عمال يعيد في نفس النقطه. ماشي، فخليك انت برضو ذكي في مذاكرتك. طيب هنروح عندنا بقى يا دكاتره الى السيل ديث. قلنا السيل ديث لا اما يكون نيكروزز لا اما يكون يا دكاتره عندنا ابوبتوزز، والنيكروزز والابوبتوزز بيختلفوا عندنا قال لك على حسب المورفولوجي والميكانيزم والرول اون ديزيزز والفسيولوجي، لكن ده يا دكاتره عندنا هنعرفه بعد شويه. النيكروزز عندنا ايه معناه؟ قلنا معناه سيل ديث، سيل كيلينج، والابوبتوزز قلنا معناه سيل سويسايد. تعالوا ناخد الكلام ده عندنا يا دكاتره على البورد ونرجع تاني نقراه. يلا بينا، هناخد عندنا النيكروزز بالتفصيل بقى، وناخد المورفولوجي بتاع النيكروز ايه اللي بيحصل فيه، وناخد النيكروز يا دكاتره برضو عندنا تحت الانواع بتاعته ايه اللي بيحصل فيها. يلا بينا بسم الله يا دكاتره. النيكروزز قلنا معناه سيل كيلينج، ان الخليه قتلت يا حبيبي، في حد قتل الخليه. الابوبتوزز سيل سويسايد. ماشي،
النيكروزز عندنا يا دكاتره ايه المورفولوجي والتايب؟ قلنا ايه سبب النيكروزز؟ انزيماتيك دايجيشن او بروتين دي ناتيوريشن، واحده من الاثنين دول. خلاص، يعني الاثنين دول بيساهموا عندنا في المورفولوجي اللي هنعرفه بعد شويه. تمام. طيب وشرحنا القصه دي. في بقى عندنا دكاتره هنشوف السيتوبلازم ازاي، وهنشوف النيوكليوس ازاي عندنا في النيكروزز. بصوا يا دكاتره، اول حاجه عندنا بالنسبه للسيتوبلازم، وركزوا معايا، تعالوا يا دكاتره نقرا نبص عندنا في الرسمه ونرجع تاني. يلا بينا. لو جينا هنا يا دكاتره وقلنا ان دي عندي نورمال سيل، خليه طبيعيه. النورمال سيل ده السيتوبلازم بتاعنا، ودي عندنا النيوكليوس يا دكاتره، وده عندنا السيتوبلازم بيبقى بيل ايزينوفيليك. خلاص، السيتوبلازم عندنا يا دكاتره بيبقى بيل ايزينوفيليك. تمام، يعني ايزينوفيليك ولكن يعني ايزينوفيليك يعني احمر شويه، لونه احمر. ان احنا عندنا في الهيستولوجي لا اما ايزينوفيليك لا اما بيزوفيليك. تمام، النيوكليوس بتبقى عندنا بيزوفيليك، والسيتوبلازم بيبقى بيل ايزينوفيليك. تمام، والسيتوبلازم يا دكاتره بيبقى عندنا برضو جرانيولار، محبب كده شويه. ليه جرانيولار؟ قال لك بسبب ان الخلايا بتخزن عندنا جلايكوجين. بتخزن ايه يا دكتور؟ جلايكوجين. تمام. طيب ايه اللي بيحصل بقى عندنا لما يحصل يا دكاتره نيكروز؟ لما يحصل نيكروزز بيحصل عندنا يا دكاتره 4 تغيرات في الخليه. ايه هما؟ رقم 1 عندنا يا دكاتره ان احنا شايف اللون الاحمر هنا في السيتوبلازم بقى كتير، بدل ما كان عندنا الاحمر قليل لا بقى الاحمر كتير. تمام، دي بنسميها يا دكاتره increased eosinophilia، ودي اول حاجه بنشوفها ان احنا هيزيد عندنا يا دكاتره اللون الاحمر increased يوزينوفيليا. خلاص، الخليه هتبقى محمره قوي. تمام، ليه قال لك والله شايف البروتينات دي يا دكاتره ايزينوفيليك. ماشي، قال لك البروتين وهو ملفوف على بعضه كده واخد شويه بيجمنت ايزينوفيليك. ماشي، قال لك لما البروتين يبقى ديناتيوريتد خلاص فبياخد بيجمنت كتير، فالديناتيوريتد بروتين بتعمل الخليه ديبلي ايزينوفيليك. تمام، دي عندنا يا دكاتره بالنسبه للسيتوبلازم. تمام، يبقى بيبقى عندنا انكريز ايزينوفيلا، دي اول حاجه، وده بسبب الديناتيوريتد بروتين. رقم 2 عندنا يا دكاتره هنبدا ان احنا نلقى عندنا فجوات جوه الخليه، فاكيولز، فجوات فاضيه كده. ايه سببها؟ والله سببها ان انت كان عندك السيتوبلازم هنا في اورجانيلز، في ميتوكوندريا، في بروتين، في عندنا جولجي، في عندنا اندوبلازم كريتيكولوم. الاورجانيلز دي ماتت، طب لما ماتت سابت مكانها حفر، فاكيولز. خلاص، يبقى دي تاني حاجه يا دكاتره عندنا ان احنا بيبقى في عندنا ايه؟ فاكيولز، سيتوبلازميك فاكيولز، وهي يا دكاتره الاورجانيلز اللي ماتت عندنا او اختفت. تمام. طيب رقم 3 عندنا يا دكاتره هنشوف ايه بقى؟ رقم 3 شايفين الجلايكوجين اللي كان موجود عندنا الحبيبات وعامل السيتوبلازم جرانيولار؟ هنا بقى عندنا السيتوبلازم ما بقاش جرانيولار، بقى هوموجينوس. خلاص، بقى هوموجينوس سيتوبلازم، هوموجينوس. ليه يا دكتور هوموجينوس؟ قال لك والله لان الجلايكوجين اختفى ازاي؟ مين اللي كله؟ قال لك والله الخليه كلته، لان احنا عندنا الخليه عمال تستخدم الجلايكوجين وتحرق الجلايكوجين اللي موجود جواها عشان تعمل ان ايروبيك جلايكوليسيس. تمام، لان الاكسجين اللي رايح لها قليل. ماشي، فبالتالي يا دكاتره الجلايكوجين جرانيولز بتختفي، فالسيتوبلازم بيبقى عندنا هوموجينوس يعني متجانس مش جرانيولار. تمام، جميل. طيب اللي بعدها يا دكاتره هنلقى ان عندنا هذه الفيجرز اللي احنا بنسميها عندنا يا دكاتره مايلين فيجرز. فبنقول يا دكاتره ان احنا برضو بنلقى عندنا هذه المايلين فيجرز، وقلنا ان المايلين فيجرز قبل شويه هي عباره عن ايه؟ هي عباره عندنا يا دكاتره عن فوسفوليبيد. يبقى هي عباره عندنا عن فوسفوليبيد. جه منين الفوسفوليبيد ده؟ هي السيل ممبرينز او الممبرينز بتاعت الخليه اللي حصل لها ايه؟ اللي اتكسرت وبدات تتراكم عندنا على شكل المايلين فيجرز. قال لك يا دكاتره ان الفوسفوليبيد ده الشحنه بتاعته سالبه. الشحنه بتاعته مالها؟ سالبه الشحنه. بيبدا هذا الفوسفوليبيد يا دكاتره يرتبط مع مين؟ قال لك يرتبط مع كالسيوم، فبيترسب عليه كالسيوم. بيترسب عليه ايه يا دكتور؟ كالسيوم. ليه؟ قال لك لان الكالسيوم موجب الشحنه والفوسفوليبيد دي سالبه الشحنه، فبيبدا الكالسيوم يترسب عندنا على هذه المايلين فيجرز، فيحصل عندنا حاجه اسمها
calcification. خلاص، يبقى 4 تغيرات حصلوا عندنا يا دكاتره. اول حاجه في السيتوبلازم زاد الايزينوفيليا، ثاني حاجه بقى عندنا في فاكيولز، ثالث حاجه بقى عندنا هوموجينوس، رابع حاجه عندنا يا دكاتره حصل عندنا كالسيفيكيشن على هذه المايلين فيجرز. تمام، يبقى بالتالي عندنا يا دكاتره دي الاربع حاجات اللي احنا شفناها في السيتوبلازم في النكروزز. طب النيوكليوس، بصوا يا دكاتره، النيوكليوس عندنا ايه اللي هيحصل؟ مش احنا لما عملنا اكتيفيشن لانزيمز، الانزيمات بتاعت الدايجيشن دي من ضمنها كان في اندونيوكلييز، خلاص، ودي ان ايز، بروتين، انزيمات بتكسر النيوكليوس. فهيحصل عندنا يا دكاتره 3 تغيرات على مستوى النيوكليوس. ايه هم؟ تعال نبص عليهم. اول تغير اللي هو ده يا دكاتره، اللي هو الكروماتين بيبقى كوندنسد، الكروماتين بيتكتل على بعضه. تمام، وتكتل الكروماتين على بعضه ده يا دكاتره بنسميه بيكنوزز. بنسميه ايه يا دكتور؟ بيكنوزز. تمام، وبيكنوزز معناها ايه؟ معناها نيوكليار كوندنسيشن. يعني ايه كوندنسيشن؟ يعني اتراكمت النيوكليوس او بقت كوندنسد على بعضها، دي بنسميها بيكنوزز. بعد شويه يا دكاتره بتبدا النيوكليوس تتفتت بهذا الشكل. عندنا تفتت هذه النيوكليوس بنسميه نيوكليار فراجمنتيشن، يعني تفتت. تمام، وتفتت يا دكاتره بنسميه برضو عندنا كاريو ريكسز. يعني ايه يا دكتور كاريو ريكسز؟ كاريو معناها نيوكليوس وريكسز معناها فراجمنتيشن. ماشي، طيب بعد شويه يبقى حصل عندنا الاول بيكنوزز، بعد شويه كاريو ريكسز، اخر حاجه يا دكاتره هتختفي النيوكليوس تماما زي ما انتم شايفين، وتتحول الخليه الى خليه ملهاش معالم، كلها ايزينوفيليا، هوموجينوس ايزينوفيليك ماتيريال. هوموجينوس ايزينوفيليك ماتيريال يا دكاتره اختفت فيها النيوكليوس، ودي بنسميها نيوكليار كاريوليسز. وكاريوليسز، لايسز معناها اختفاء، وكاريو معناها نيوكليوس، يبقى كاريوليسز معناها اختفاء النيوكليوس. يبقى النيوكليوس يا دكاتره بيحصل فيها 3 تغيرات بالترتيب. اول تغير اسمه بيكنوزز، معناها ان النيوكليار اتراكمت، حصل لها كوندنسيشن، بالعربي اسمها تنقط النواه. رقم 2 بيحصل عندنا فراجمنتيشن. رقم 3 يا دكاتره نيوكليار فيدنج، او بنسميها عندنا كاريوليسيس، اختفاء النيوكليوس. دي عندنا يا دكاتره التغيرات اللي بتحصل في النكروزز بالنسبه عندنا للمورفولوجي على مستوى السيتوبلازم وعلى مستوى النيوكليوس. عايزين ندخل بقى يا دكاتره وناخد عندنا تايبز اوف نكروزز. عندنا 6 انواع يا دكاتره للنكروزز، سهلين جدا ونخلصهم بسرعه. يلا بينا، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا عمرك ما تصدق حد يقول لك هنخلص بسرعه خلاص، والدليل يعني انا بصور دلوقتي، مش عارف مده المحاضره هتكون قد ايه، بس اكيد يعني انا متوقع ان انت سامعني بقول هخلص بسرعه، وتبص على الوقت تلقى ان انت يعني الحمد لله. فعمرك ما تصدق حد يقول لك هنخلص بسرعه. خلاص ماشي. بنقول عندنا يا دكاتره التايبز اوف نكروزز. عندنا اول حاجه يا دكاتره او اول نوع اسمه كواجيولاتيف نكروزز. وكواجيولاتيف نكروزز معناها يا دكاتره ان حصل عندنا كواجيوليشن للبروتينات بتاعه الخليه. واحلى مثال على الكواجيولاتيف نكروزز هي البيضه المسلوقه. البيضه المسلوقه عندنا يا دكاتره لما تسلق البيضه، لما تيجي تبص على صفار على بياض البيض، فبياض البيض ده عندنا السيتوبلازم، وصفار البيض دي النيوكليوس. وده احلى مثال يا دكاتره على الكواجيولاتيف نكروزز، لان الكواجيولاتيف نكروزز عندنا ايه الميكانيزم بتاعها؟ بصوا يا دكاتره، احنا هنلعب دلوقتي لعبه مع بعض. ايه اللعبه دي يا دكتور؟ احنا قلنا يا دكاتره ان احنا عندنا حاجتين بيعملوا النكروزز، لا اما انزيماتيك دايجيشن لا اما بروتين ديناتوريشن. الحاجتين دول هم اللي بيساهموا في النكروزز. بصوا يا دكاتره، الكواجيولاتيف نكروزز الغلبه هنا هتكون عندنا للبروتين كواجيوليشن، الغلبه هتكون عندنا للبروتين ديناتوريشن.
الغلبة هتكون للبروتين دي ناتيوريشن. خلاص، فاحنا بنعمل دي ناتيوريشن للبروتين. انهي بروتين؟ الاستراكشر بروتين بتاعت الخلية، البروتينات الطبيعية بتاعت الخلية اللي مكونة الخلية، وفي نفس الوقت بنعمل دي ناتيوريشن للبروتينات اللي هي انزيمات يا دكاترة. شايفين الانزيمات دي؟ بنعمل لها برضه دي ناتيوريشن. طب لما نعمل لها دي ناتيوريشن الانزيمات دي ما بقتش شغالة، صح ولا لا؟ فبالتالي عطلنا وظيفة هذه الانزيمز، فالخليه بتفضل محتفظه بالمعالم بتاعتها. ليه؟ لان انت عطلت الانزيمات دي اللي كانت بتاكل وتكسر الخليه، وده اسمه يا دكاتره كواجيولاتيف نيكروزز. تمام؟ يبقى الكواجيولاتيف نيكروزز غلبت عندنا كفه الديناتيوريشن، وعملنا ديناتيوريشن يا دكاتره ليه الاستراكشرال بروتين، وعملنا دي ناتوريشن برضه للانزيمات، فبوظنا الانزيمات والانزيمات ما عرفتش انها تسيح الخليه عندنا. تمام؟ طيب مين اللي يعمل كده؟ قبل ما نروح ونقول يا دكاتره مين اللي يعمل كده، انا شايف حد منكم يعني متعجب كده وبيقول والله انتوا عليكم حاجات يا بتوع الباثولوجي. قلت له خير مالك؟ قال يعني دلوقتي معلش لا مؤاخذه يعني في اللفظ، الخليه ماتت. ماشي، وبعدين الف مبروك ماتت. انا مالي انا عشان ادرس الخليه لما تموت؟ هقول له لا انا مش فاهم قصدك. هيقول لي الخليه دلوقتي ماتت. هقول له ماتت وانا معاك انها ماتت، وبعدين انت عاوز ايه؟ قال لي انا مالي انا ادرس الخليه لما تموت. هقول له مش فاهم قصدك، ما دي عندنا داخله في الامتحان وعليها درجات. يقول لي يا دكتور الخليه عندي ماتت، انا مالي انا ادرسها لما تموت. هقول له لا انت بقى مش قصدك ان احنا ايه اللي داخل درجات، انت قصدك انا هستفيد ايه. تعال اقول لك هتستفاد ايه. بصوا يا دكاتره، انت هنا دورك لما ندرس النكروزز هنا هو دور الطبيب الشرعي، بحيث ان الطبيب الشرعي جاله عدد من الجثث، جثه واحده واثنين وثلاثه واربعه وخمسه. الجثث دي عندنا يا دكاتره كل واحد مقتول بطريقه، واحنا بنتكلم عن النكروزز اللي هو سيل كيلينج. كل واحد مقتول بطريقه، واحد مخنوق، وواحد مضروب بالرصاص، وواحد عندنا غرقان، صح ولا لا؟ كلهم ميتين. هل الطبيب الشرعي يقول لك انا مالي انا ما كلهم ماتوا يلا ندفنهم؟ لا، بيروح يبص على كل واحد فيهم ويشوف العلامات اللي موجودة على كل واحد عشان يعرف ايه؟ عشان يعرف طريقة القتل. خلاص، لأن كل قاتل بيقتل بطريقة معينة. خلاص، فبالتالي ليه احنا بندرس انواع النكروزز؟ عشان نعرف يا دكاترة كلمة واحدة اسمها ايه؟ اسمها من القاتل. من القاتل. يبقى عشان نعرف من القاتل لازما يا دكاترة ان احنا ندرس انواع النكروزز ونشوف عندنا الخلية لما تموت ايه الاشكال اللي بتاخدها تحت الميكروسكوب، فبالتالي اعرف اطلع منها اللي قتل الخلية. كلام رائع جدا. صاحبنا اللي قبل شوية معترض قال لي ده انا مستمتع دلوقتي هخش الموضوع مسابق. استغفر الله العظيم، ما حدش بيستمتع في الباثولوجي، بس المهم يعني ان هو يعني جاوبنا على صاحبنا اللي كان بيسألنا هنستفاد ايه. خلاص، طيب نرجع ونقول تاني يا دكاتره، الكواجولاتيف نكروزز او انواع النكروز احنا بندرسها عشان نعرف مين السبب اللي قتل الخليه. قال لك لو احنا عندنا السبب اللي الخليه اتقتلت او الحاجه اللي الخليه اتقتلت بسببه، لو كان عندنا يا دكاتره اسكيميا. لو عندنا اسكيميا، فالاسكيميا عندنا يا دكاتره لو ولنفترض ان احنا عندنا خليه من خلايا الكدني حصل فيها اسكيميا فماتت الخليه دي، لما انا اجي ابص عليها بعينيا وتحت الميكروسكوب هتاخد شكل الكواجولاتيف نكروزز اللي احنا هنقوله بعد شويه، وهعرف ساعتها ان اللي قتل هذه الخليه هي الاسكيميا. هي ايه؟ هي الاسكيميا. تمام؟ طيب جميل جدا جدا جدا، ماشي. يبقى بالتالي يا دكاتره ايه سبب الكواجولاتيف نكروز؟ الاسكيميا. قال لك الاسكيميا في كل الجسم، يعني اسكيميا، يعني اسكيميا في الهارت، اسكيميا في السبلين، اسكيميا في الكدني. اي اسكيميا ربنا خلقها هذه الاسكيميا يا دكاتره تعمل كواجولاتيف نكروزز، ما عدا except
اكسبت مين يا دكاتره؟ اكسبت الاسكيميا اللي في السي ان اس تعمل شكل تاني اسمه ليكويفاكتيف، هنعرفه بعد شويه. تمام؟ طيب تعالوا عندنا على الكواجولاتيف. قلنا الكوز بتاعنا يا دكاتره اسكيميا في كل الجسم ما عدا الميكانيزم هنا الغلبه لكفه الديناتوريشن، فحصل عندنا البروتينات اتجلطت واحتفظنا بالشكل بتاع الاورجان والشكل بتاع الخليه. جروسلي يا دكاتره مش هنلقى فيه اختلاف، بمعنى ان انا لو عندي ده يا دكاتره الجزء ده عندنا عضله القلب بالشكل ده، فانا لو افترضت عندي يا دكاتره ان جزء من عضله القلب، ادي عندنا عضله القلب بهذا الشكل، لو انا افترضت ان الجزء ده من عضله القلب يا دكاتره مات، ماشي، فهنحتفظ بالشكل بتاعه، يعني النسيج عندنا هنا مش هيسيح، هنحتفظ بالشكل بتاع عضلة القلب، شايفين؟ بس التغير الوحيد هيبقى ان لونه هيختلف، الجزء ده يا دكاتره لونه بيبقى عندنا ايه؟ بيبقى لونه يلوش ان كلر، يعني بيتغير لونه بس يلوش ان كلر، بعينينا لما نبص عليه مفيش اي تغير، مجرد ان لونه بس اتغير، ولكن هو محتفظ بالملامح بتاعته. ده عكس يا دكاتره انواع تانية من النكروزز، الخلايا فيها بتسيح، فانت لما تيجي هنا ما بتلقاش اصلا شكل الخليه لان الخلايا ساحت، وده هنعرفه بعد شويه. تمام؟ طيب تحت الميكروسكوب يا دكاتره، لما نبص تحت الميكروسكوب بنلقى حاجه اسمها جوست اوف سيل. جوست اوف سيلز، يعني ايه يا دكتور جوست اوف سيلز؟ يعني بنلقى الخلايا عندنا محتفظه بالشكل الخارجي بتاعها. ليه محتفظه بالشكل الخارجي بتاعها؟ لان احنا عندنا ما فيش انزيمات كسرت الممبرين بتاع الخليه. امال يا دكتور ايه اللي حصل؟ حصل عندنا ان احنا مجرد ان احنا يا دكاتره فقدنا النيوكليوس واحتفظنا بالشكل الخارجي بتاع الخليه، فالخليه بقت عندنا ايزينوفيليك، وانا قادر اميز المعالم الخارجيه بتاعتها، لكن من جوه مفيش نيوكليوس، فسموها ايه؟ سموها جوست اوف سيل، اشباح الخلايا. الخليه دي كانها شبح. ليه شبح؟ بيت مهجور، موجود الاساسات بتاعته من بره، بس لما ابص من جوه مفيش حاجه. تمام؟ ده عندنا يا دكاتره الكواجولاتيف نيكروزز، واحلى مثال قلت لك على الكواجولاتيف نيكروزز هي البيضه المسلوقه. تمام؟ طيب نيجي عندنا يا دكاتره للليكويفاكتيف نيكروزز. كلمه كواجولاتيف معناها حصل كواجوليشن للبروتينات، معناها حصل ديناتوريشن للبروتينات. طيب الليكويفاكتيف عندنا يا دكاتره من اسمها ليكوي، معناها ان النسيج بقى عندنا ليكويد، خلاص؟ يبقى على طول الجروسلي النسيج بقى عندنا ايه يا دكاتره؟ ليكويد، خلاص؟ يعني بقى عندنا سائل، صح ولا لا؟ تمام. ايه الميكانيزم بتاعه؟ قال لك والله هنا غلبت كفه مين؟ الانزيماتيك دايجيشن، خلاص؟ يبقى غلبت هنا كفه مين يا دكاتره؟ عندنا الانزيماتيك دايجيشن. يبقى هنا غلبت عندنا يا دكاتره كفه الانزيماتيك دايجيشن. تمام؟ ولما الانزيماتيك دايجيشن هي اللي تغلب على البروتين ديناتوريشن، تبدا الانزيمات دي تسيح الانسجه بتاعه الخليه. تمام؟ فالانسجه عندنا هنا يا دكاتره بتسيح. تمام؟ ايه المثال عليها؟ تعال اقول لك مثال عليها. اول مثال عليها يا دكاتره لو حصل عندنا اسكيميا في السنترال نيرفس سيستم. قلنا قبل شويه اسكيميا في اي مكان في الجسم تعمل كواجولاتيف. تمام؟ ليه تعمل كواجولاتيف؟ لان الاسكيميا في اي مكان في الجسم يا دكاتره تعمل بروتين ديناتوريشن وتعطل برضه الانزيماتيك دايجيشن، تمام؟ طيب اما الاسكيميا في السي ان اس تعمل ليكويفاكتيف. هتقول لي طب يا دكتور اشمعنى في السي ان اس تعمل ليكويفاكتيف؟ هقول لك الله اعلم. اكبر مرجع من مراجع الباثولوجي لو فتحته وسالته ليه الليكويفاكتيف، ليه الاسكيميا في السي ان اس تعمل ليكويفاكتيف، هيقول لك انون، ما نعرفش، لكن احنا شفنا ان لما يحصل اسكيميا في السي ان اس يبقى ليكويفاكتيف. طيب ايه الشكل بتاعنا برضو عشان نتخيله؟ بصوا يا دكاتره، لو ده عندنا شكل البرين بهذا الشكل، فالبرين ده يا دكاتره فيه التعرجات بتاعته بهذا الشكل.
تمام؟ لو احنا حصل عندنا اسكيميا في المنطقه دي والمنطقه دي ماتت، هيقول لك ان احنا عندنا دكاتره بعد ما تموت هيبقى النسيج فيها سايح، والنسيج ده هيتفضى بعد كده، فهيكون عندنا حفره في المخ بنسميها ايه؟ بنسميها سيست. تمام؟ انا بقول لك الكلام ده عشان اوضح لك ايه فكره ان احنا يحصل عندنا دكاتره ليكويفاكتيف، يعني النسيج ساح، النسيج بقى ليكويد. خلاص؟ طيب النوع الثاني عندنا يا دكاتره حاجه بنسميها سبيوراتيف انفلاميشن. وكلمة سبيوراتيف انفلاميشن يا دكاترة معناها انفلاميشن بيكون عندنا باس، بيكون صديد. ايه الفكرة في القصة دي؟ قال لك يا دكاترة ان احنا عندنا بعض انواع الانفلاميشن اسمه ايه؟ الالتهابات اسمه سبيوراتيف انفلاميشن. تمام؟ التهاب صديدي. هذا الالتهاب الصديدي بيكون عندنا يا دكاترة باس. شايف الصديد؟ اكيد كلنا يوم من الايام تكون عندنا خراج، والخراج ده جواه صديد. شايف الصديد اللي هو الماده الكريمي الليكويد دي انسجه جسمك السايحه، انسجه جسمك السايحه اللي انت بتقرف منها دي، انسجه جسمك السايحه. تمام؟ فبالتالي ده مثال عندنا يا دكاتره على الليكويفاكتيف نيكروزز. تمام؟ طيب جميل جدا، ماشي. يبقى لو انا رجعت وعاوز اسال سؤال، لو انا قلت عندي يا دكاتره هنا الكواجولاتيف نيكروز، وسالتك من القاتل، انت جيت على نسيج لقيت جروسلي محتفظ بالمعالم بتاعته ولكن لونه متغير، وجيت تحت الميكروسكوب لقيت جوست اوف سيلز، فهتقول لي، هسالك سؤال اقول لك من القاتل وتقول لي اسكيميا. تمام؟ طيب لو انا جيت على نسيج البرين ولقيت البرين ده يا دكاتره حته منه ساحت وكونت بدلها حفره، هقول لك من القاتل، تقول لي اسكيميا في السي ان اس. طب لو انا جيت على خراج والخراج ده جواه باس وقلت لك الباس ده هو انسجه جسمك السايحه، مين اللي سيحها؟ من القاتل؟ تقول لي سبيوراتيف انفلاميشن. يبقى عرفتوا يا دكاتره عندنا ليه احنا بندرس انواع النيكروزز؟ عشان نعرف من القاتل. تمام. رقم 3 عندنا يا دكاتره اسمه ايه؟ اسمه كيزياس نيكروزز. وكيزياس نيكروزز عندنا يا دكاتره، كيزياس معناها جبنه، معناها جبنه. عارفين الجبنه الصفراء؟ الجبنه الصفراء دي معناها كيزياس نيكروزز. ماشي؟ طيب الكيزياس نيكروزز عندنا دي يا دكاتره من القاتل فيها؟ ايه السبب بتاعها؟ السبب بتاعها يا دكاتره عندنا التي بي، التيوبركلوزز. تمام؟ طيب جروسلي يا دكاتره هتبقى عندنا تشيزي لايك، بلاش الجبنه الصفراء. عارفين الجبنه القريش؟ هي الجبنه القريش تشيزي لايك، شبه الجبنه. تمام؟ ليه شبه الجبنه يا دكتور؟ بيبقى شكلها شبه الجبنه عندنا، الجبنه القريش، لان احنا عندنا دي يا دكاتره كيزياس معناها تشيزي، كيزياس حرفيا معاها تشيزي لايك، شبه الجبنه. تمام؟ مين اللي بيعمل كده؟ التي بي. يعني ايه يا دكتور التي بي؟ التيوبركلوزز، التيوبركيولوزز اللي هو مرض السل، مرض السل. تمام؟ طب ايه الميكانيزم عندنا؟ الميكانيزم عندنا والله ان احنا لا الانزيماتيك دايجيشن بتغلب ولا البروتين دي ناتوريشن بتغلب. تمام؟ بيكون عندنا يا دكاتره هنا الاثنين كومباينيشن، بيبقى عندنا كومباينيشن من الانزيماتيك دايجيشن بالاضافه يا دكاتره الى البروتين ديناتوريشن. تمام؟ فبالتالي الكازياس ماتيريال دي بارشالي ليكويد بارشالي كواجولاتيف، شويه كواجوليشن وشويه ليكويد، فالنسيج لا هو سايح قوي ولا هو محتفظ بالملامح بتاعته قوي، ده بنسميه كيزياس نيكروزز. وده المثال بتاعه عندنا يا دكاتره. او مين اللي بيعمله؟ من القاتل هنا؟ القاتل عندنا بكتيريا السل اللي بنسميها تيوبركلوزز. جروسلي النسيج بيبقى تشيزي لايك زي الجبنه القريش، تحت الميكروسكوب عندنا يا دكاتره بيبقى structureless، بيبقى عندنا تحت الميكروسكوب structureless
بينك ماتيريال. يعني ايه structureless بينك ماتيريال؟ هو بيقول لك كده عشان يقول لك ان الكواجيولاتيف نيكروزس تحت الميكروسكوب كان عندنا محتفظ بالملامح بتاعته. انت شايف شكل خلايا هنا تحت الميكروسكوب، هتشوف حاجه بينك في بينك ملهاش اي معالم خليه، اسمها structureless بينك ماتيريال. تمام؟ بكده يا دكاتره خلصنا النوعين عندنا او 3 انواع بتوع النيكروزز: كواجيولاتيف نيكروزز، ليكوفاكتيف نيكروزز، وكيزياس نيكروزز. تعالوا يا دكاتره نروح للنوع الرابع عندنا واسمه فات نيكروزز. الفات نيكروزز عندنا يا دكاتره بيحصل لما يحصل عندنا نيكروزز في الفاتي تيشو. زي ايه نيكروزز زي ايه فاتي تيشو؟ زي البريست مثلا. تمام؟ في عندنا يا دكاتره نوعين من الفات نيكروزز. تمام؟ نوع بنسميه عندنا يا دكاتره انزيماتيك فات نيكروزز، ونوع يا دكاتره بنسميه تروماتيك فات نيكروزز. وركزوا معايا، الموضوع سهل جدا. لما يحصل عندنا يا دكاتره نيكروزز في الفاتي تيشو، الفاتي تيشو، تمام، الانسجه الدهنيه زي البريست، في عندنا نوعين: نوع بنسميه تروماتيك فات نيكروزز، ونوع بنسميها دكاتره انزيماتيك فات نيكروزز. تروماتيك فات نيكروزز زي لو حد خد تروما في البريست. تمام؟ البريست ده دكاتره مكون من فات تيشو. تمام؟ فبالتالي لو مثلا واحده كانت قاعده في البيت، ابنها بيهزر معاها، قام خبطها بريموت التلفزيون، فات نيكروزز على البريست بتاعها. تمام؟ واحدة وهي بتطلع في العربية اتخبطت في باب العربية في البريست بتاعها، فبالتالي شوية من الأنسجة بتاعت البريست هتموت. تمام؟ فده بنسميها دكاترة فات نيكروز، تروماتيك فات نيكروز بسبب تروما، زي دكاترة عندنا البريست تروما، زي البريست تروما. طيب الانزيماتيك معناها ان اللي عمل نيكروزز للفات تيشو هو انزيم. مين الانزيم ده؟ اسمه لايبيز انزيم. بصوا يا دكاتره، احنا عندنا اورجان في الجسم اسمه البنكرياس. ادي عندنا البنكرياس بيبقى بهذا الشكل. البنكرياس ده يا دكاتره فيه انزيمات هاضمه زي مين؟ زي انزيم اسمه اللايبيز انزيم. ماشي؟ طيب لو حصل عندنا حاجه بنسميها يا دكاتره بانكرياتايتس، يعني التهاب البنكرياس، بانكرياتايتس. التهاب البنكرياس ده عندنا يا دكاتره بيطلع اللايبيز انزيم من البنكرياس. تمام؟ بيطلع اللايبيز انزيم من البنكرياس. وهذا اللايبيز انزيم يا دكاتره لما يطلع بيعمل ايه؟ قال لك البنكرياس ده موجود عندنا هنا في البطن من ورا على البوستيريور ابدومينال وول. لما يحصل بنكرياتايتس بيطلع منه اللايبيز انزيم، بيبدا ياكل الدهون اللي موجوده عندنا في البطن. تمام؟ عارف منديل البطن اللي احنا بنلف في الكفته وبنعمل طرب؟ ده منديل البطن. رائع جدا، جميل جدا، من اجمل الحاجات. خلاص انصحكم ان انتوا تسيبوا الكلام اللي احنا بنتكلم فيه ده وتروحوا يعني تاكل لك سندوتش طرب ولا حاجه انفع لك من الكلام ده. المهم ان احنا عندنا يا دكاتره بنقول ان منديل البطن ده الفات اللي موجود في البطن لما يطلع عندنا يا دكاتره اللايبيز انزيم من البنكرياس بيبدا يكسر في الفات بتاع الابدومين، وده يا دكاتره عندنا بنسميه انزيماتيك فات نيكروزز، يعني بسبب انزيم اللي هو اللايبيز انزيم. جميل؟ طيب بصوا يا دكاتره، تفتكروا الفاتي تيشو دي لما تتكسر، انا عندي فاتي تيشو لما تتكسر هتطلع عندنا كربوهيدرات ولا بروتين؟ هو الإجابة لا كربوهيدرات ولا بروتين. الفاتي تيشو لما تتكسر هتطلع عندنا يا دكاترة فاتي أسيد. الفاتي تيشو لما تتكسر هتطلع عندنا يا دكاترة فاتي أسيد، أحماض دهنية. ماشي؟ قال لك الأحماض الدهنية دي بتيجي ترتبط عندنا بمين؟ بترتبط عندنا يا دكاترة بالكالسيوم. تمام؟ قال لك لما الفاتي اسيد ترتبط بالكالسيوم يا دكاتره عندنا بيعملوا حاجه اسمها ايه؟ اسمها سابونيفيكيشن. يعني ايه يا دكتور سابونيفيكيشن؟ بيعملوا ماده شبه الصابون اسمها سابونيفيكيشن لما الفاتي اسيد يرتبط بالكالسيوم. هذه الماده اللي هي سابونيفيكيشن يا دكاتره عندنا جروسلي بيبقى لونها تشوكي وايت.
تشوكي وايت، ده بعينينا. يعني ايه تشوكي وايت؟ يعني ابيض طبشوري، يعني ابيض كده فاقع شويه. تمام؟ ليه؟ لما يرتبط الفاتي اسيد مع الكالسيوم. طب الفاتي اسيد جه منين؟ من الانسجه، من الفات تيشو اللي اتكسرت، والكالسيوم موجود عندنا في الدم بيرتبط مع الفاتي اسيد، بيعملوا سبونيفيكيشن، جروسلي بيبقى لونه يا دكاتره تشوكي وايت. طيب تحت الميكروسكوب هشوف ايه؟ هشوف عندي يا دكاتره شادوز اوف فات سيلز. الفات سيلز عندي يا دكاتره لما ماتت، لما هبص عليها تحت الميكروسكوب، وهنشوفها بعد شويه صوره في البي دي اف، هنشوف يا دكاتره ان هشوف الاشباح بتاعتها، هشوف الاشباح بتاعتها ومترسب عليها كالسيوم. تمام؟ مترسب عليها كالسيوم. الكالسيوم ده يا دكاتره بيبان عندنا باللايت مايكروسكوب بيزوفيليك، فهشوف ان انا عندي هذه الشادوز بتاعت الفات سيلز مترسب عليها بيزوفيليك كالسيوم. جميل جدا. ده عندنا يا دكاتره الفات نيكروزز. تعالوا يا دكاتره نتكلم عن تاني نوع عندنا اللي احنا بنسميه، او خامس نوع، اللي هو فايبرينويد نيكروزز. فايبرينويد نيكروزز يا دكاتره معناها ان احنا عملنا ماده شبه الفايبرين. بصوا يا دكاتره، دي بتحصل امتى؟ نرجع ونقول تاني، ولو انت ناسي افكرك. من القاتل كواجيولاتيف اسكيميا في كل مكان ما عدا السي ان اس؟ من القاتل ليكوفاكتيف اسكيميا في السي ان اس؟ من القاتل كيزياس بكتيريا السل؟ من القاتل فات نيكروزز؟ لا اما تروما لا اما انزيم. طيب من القاتل فايبرينويد نيكروزز؟ القاتل عندنا هنا يا دكاتره اميون سيستم، جهاز المناعة. جهاز المناعة في بعض الأمراض المناعية بيعمل إيه يا دكاترة؟ بيروح عندنا يهاجم. بصوا يا دكاترة، لو ده عندنا بلاد فيسل، لو ده عندنا يا دكاترة جدار بلاد فيسل بهذا الشكل، فبيبقى الجدار عندنا يا دكاترة ثيك زي ما انتم شايفين كده. ايه اللي حصل عندنا يا دكاترة؟ في امراض المناعه، بعض امراض المناعه بنروح يا دكاتره نهاجم البلاد فيسلز عندنا، اللي هي الاوعيه الدمويه. تمام؟ امراض المناعه هي اللي بتهاجمه. فلما تهاجموا عندنا يا دكاتره ايه اللي بيحصل؟ بيحصل ان احنا عندنا بتتكون ماده، الماده دي ايزينوفيليك، داير ما يدور اليومن او داير ما يدور الوول بتاع البلاد فيسل. تمام؟ ودي بنسميها فايبرينويد ماتيريال. يعني ايه فايبرينويد؟ يعني الماده اللي اتكونت دي شبه بروتين في الدم اسمه فايبرين، خلاص، فسموها فايبرينويد. ماشي؟ طيب جميل جدا. الاميون سيستم ده قلنا بيعمل ايه؟ بيعمل يا دكاتره عندنا فاسكيولايتس. يعني ايه فاسكيولايتس؟ يعني بيروح يضرب البلاد فيسل ويعمل فيها انفلاميشن، التهاب، بيعمل فاسكيولايتس، يعمل عندنا فايبرينويد نيكروزز. يبقى فايبرينويد نيكروزز يا دكاتره من القاتل؟ الاميون سيستم. تمام. جميل جدا. ماشي. تعالوا يا دكاتره عندنا نروح لاخر نوع اللي اسمه الجانجرينوس نيكروزز. جانجرينوس يا دكاتره معناها غرغرينه. يعني ايه يا دكتور غرغرينه؟ بصوا يا دكاتره، الجانجرينوس نيكروزز هو مش نوع من انواع النيكروزز لوحده، هو مش نوع، ولكن يا دكاتره نقدر نعتبره كومبليكيشن من الكومبليكيشنز بتاعه النيكروزز. بمعنى امتى يحصل عندنا يا دكاتره غرغرينه او جانجرين؟ يحصل عندنا غرغرينه يا دكاتره لما يحصل عندنا نيكروزز، وبعد النيكروزز يعني عندي نسيج دلوقتي مات، النسيج ده بعد ما يموت بيحصل فيه تعفن، فبتحصل عندي غرغرينه. تمام؟ بصوا يا دكاتره، لو انا افترضت ان دي رجل احد الاشخاص، هذه الرجل عندي يا دكاتره رايح لها بلاد سبلاي زي ما انتم شايفين. لو انا افترضت ان انا جيت عند الجزء ده يا دكاتره وحصل فيه ثرومبس، جلطه، الجلطه دي قللت الدم اللي رايح عندنا للاطراف بتاعه الرجل، خلاص، لكن ما قفلتوش تماما. يعني حصل عندي جلطه بالشكل ده يا دكاتره، الجلطه دي
قللت الدم اللي رايح يا دكاتره عندنا للاطراف، تمام؟ لكن الدم لسه بيعدي بس قليل، صح ولا لا؟ طيب، فبالتالي الرجل هنا حصل فيها ايه؟ حصل فيها اسكيميا، الدم اللي رايح لها كان قليل، تمام؟ طيب بعد شويه يا دكاتره لو الدم اللي رايح ده اتقفل تماما، اتقفل كومبليتلي بالكامل، ايه اللي بيحصل عندنا؟ بيحصل يا دكاتره ان دي بتموت، صح؟ بيحصل فيها حاجه بنسميها انفاركشن. انفاركشن معناه اسكيميك نيكروزز، اسكيميك نيكروزز. يلا ها، دي عندنا يا دكاتره اسكيميا، صح ولا لا؟ الاسكيميا دي حصلت في السي ان اس ولا في اي مكان تاني؟ في اي مكان تاني، فتعمل عندنا كواجولاتيف ولا ليكويفاكتيف؟ تعمل كواجولاتيف، صح ولا لا؟ فيحصل عندنا كواجولاتيف نيكروزز عندنا هنا في الاول، تمام؟ طب ما دي كواجولاتيف نيكروزز بتقول لي غرغرينا ازاي؟ لا، ما انا هقول لك. حصل عندنا كواجولاتيف نيكروزز دلوقتي، وبعدين جت عندنا يا دكاتره بكتيريا، دخلت عندنا بكتيريا، عملت ايه البكتيريا دي؟ عملت حاجه بنسميها بيوتريفاكشن. بيوتريفاكشن يعني عملت تعفن. بيوتريفاكشن، تمام؟ التعفن ده هي راحت على الانسجه اللي ماتت دي، خلاص، وعملت فيها تعفن اسمها بيوتريفاكشن، تمام؟ بس يا دكاتره عشان البكتيريا اللي موجود، عشان الدم اللي موجود هنا كميته قليله، اصلا اسكيميا، فالبكتيريا ما تقدرش تقعد لمده طويله، البكتيريا ما تقدرش تقعد لمده طويله، تمام؟ ولكن يا دكاتره النسيج ده عندنا بيبقى لونه بلاك ان كلر بهذا الشكل، شايفين؟ بهذا الشكل بيبقى لونه بلاك ان كلر بهذا الشكل، وبتفضل الغرغرينه يا دكاتره تكبر 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 لحد ما نوصل يا دكاتره الى منطقه البلاد سبلاي فيها بيكون كويس، تمام؟ اهو وصلنا يا دكاتره لمنطقه البلاد سبلاي فيها كويس. المنطقه اللي فيها بلاد سبلاي كويس، الغرغرينه ما بتمتدش فوقيها، وبيبقى فيها عندنا خط احمر. الخط الاحمر ده بيفصل ما بين النسيج الجانجرينس والنسيج الطبيعي، تمام؟ والخط ده يا دكاتره بنسميه لاين اوف ديماركيشن. يعني ايه لاين اوف ديماركيشن؟ هو الخط اللي ما بين النسيج الطبيعي وما بين النسيج اللي فيه غرغرينه الجانجرينس، تمام؟ ده بنسميه عندنا يا دكاتره لاين اوف ديماركيشن، تمام؟ طيب شايفين يا دكاتره النوع ده من الغرغرينه اللي بيبقى فيه يا دكاتره احنا قفلنا الارتري، بس احنا قفلنا الارتري هنا، فحصل عندنا اسكيميا وحصل انفاركشن وعمل بعدها بيوتريفاكشن، والبكتيريا ما بتقعدش كتير لان اساسا الدم اللي موجود هنا قليل. النسيج ده يا دكاتره عندنا او القصه دي بنسميها دراي جانجرين، يعني غرغرينه ناشفه، دراي جانجرين، تمام؟ الدراي جانجرين يا دكاتره هل في هنا عندنا انفكشن؟ قال لك لا، مفيش انفكشن، مفيش بكتيريا، لان البكتيريا دخلت عندنا وبعدين ماتت، خلاص. ليه؟ لان البلد اللي موجود قليل، يبقى ما فيش عندنا هنا انفكشن. طب هل في لاين اوف ديماركيشن؟ في لاين اوف ديماركيشن عندنا، تمام؟ طيب، وهنفرقها يا دكاتره عن نوع تاني من الغرغرينه اسمها ويت جانجرين، معناها الغرغرينه الرطبه مش الناشفه. الويت جانجرين دي يا دكاتره ما بيبقاش فيها لاين اوف ديماركيشن، ودي يا دكاتره بيبقى فيها انفكشن عنيف، خلاص، بيبقى فيها انفكشن عنيف. ليه يا دكاتره؟ لان الويت جانجرين احنا بنقفل فيها، ادي عندنا ارتري جاي وعندنا فين راجع، ماشي؟ فالويت جانجرين يا دكاتره بيتقفل فيها الارتري وبيتقفل برضه الفين، الاثنين بيتقفلوا، فالنسيج ده بيبقى مليان ميه، ماشي؟ الميه دي هي بيئه جميله جدا للبكتيريا عشان تعمل فيها بروليفريشن وتتكاثر، تمام؟ فبتخش البكتيريا وتعمل يا دكاتره سيفير انفكشن بهذا الشكل، تعمل يا دكاتره سيفير انفكشن بهذا الشكل، وتعمل حاجه يا دكاتره اسمها ويت جانجرين، ويت جانجرين، تمام؟ وبعد شويه ممكن تعمل حاجه اسمها سبتيسيميا، يعني تسمم في الدم، وهذه السبتيسيميا يا دكاتره ممكن تؤدي للموت within 48 hours، تمام؟
يبقى عندنا يا دكاتره نوعين من الجانجرين، نوع اسمه دراي جانجرين ونوع اسمه ويت جانجرين. دراي جانجرين النسيج فيه بيبقى ناشف وبيبقى على فكره ماميفايد، يعني شبه المومياوات، ماميفايد. تمام. اما هنا يا دكاتره النسيج بيبقى عندنا ويت، في ميه كتير، وقلنا السبب ان احنا هنا بنقفل الارتري بنقفل الفين الاثنين، اما هنا قفلنا ارتري بس عندنا. تمام. هنا بيبقى في لاين اوف ديماركيشن ما بين النسيج الطبيعي والنسيج الثاني، هنا ما بيبقاش في لاين اوف ديماركيشن يا دكاتره، لان هنا بيبقى عندنا سيفير بكتيريال انفكشن. الانفكشن هنا ما بتبقاش واضحه قوي، لكن هنا بتبقى واضحه قوي الانفكشن عندنا في الويت جانجرين. ده بالنسبه عندنا يا دكاتره لمحاضره النهارده. بكده نكون الحمد لله خلصنا كل انواع النكروزز، وبكده يا دكاتره احنا فاضل لنا فاضل لنا صفحات بسيطه ان شاء الله ونخلص الشابتر الاول. من المره الجايه ان شاء الله هناخد تكمله الابوبتوزز، وبعدها عندنا موضوع كده في الاخر هنقوله مع بعض ان شاء الله. بس تعالوا يا دكاتره كده خلصنا النكروزز الحمد لله. تعالوا نقرا النكروزز مع بعض في الملزمه، وبكده نكون خلصنا. يلا بينا. طيب بصوا معانا يا دكاتره النكروزز عندنا. ايه الديفينيشن اوف نكروزز؟ قال لك النكروزز ان احنا عندنا يا دكاتره ديث، خلاص، يعني حته حصل فيها ديث ماتت، وبعدين حصل فيها ديجراديشن باي هيدروليتيك انزيمز. يعني ايه ديجراديشن باي؟ يعني هي الدايجستيف انزيمز اللي احنا قلنا عليها هتبدا تاكل الانسجه اللي ماتت دي. تمام. طيب بصوا يا دكاتره النكروزز قال لك ان بيبقى معاها انفلاماتوري رياكشن، بيبقى معاها انفلاميشن، التهاب. ايه الفكره عندنا؟ الفكره ببساطه ان انا لو عندي دي الخليه فدمرت الممبرين بتاع الخليه، هتبدا مكونات الخليه تطلع من جوه لبره. مكونات الخليه دي لما تطلع من جوه لبره الانسجه المحيطه بالخليه هتستجيب انها تعمل انفلاميشن، يعني التهاب. هتعمل يا دكاتره ايه؟ التهاب في الانسجه المحيطه بالخليه. تمام. فالنكروزس بيكون معاه انفلاماتوري رياكشن. ليه؟ لان احنا يا دكاتره بنعمل disruption of cell membrane. disruption of cell membrane. تمام. اكتبوها كده، لان بيحصل عندنا disruption للسيل ممبرين، في مكونات الخليه بتطلع لبره، فالانسجه المحيطه بتعمل انفلاميشن، يعني التهاب. تمام. طيب ايه الكاركترستكس عندنا بقى يا دكاتره؟ قال لك ان احنا عندنا في انزيماتيك دايجيشن اوف سيل والسيل ممبرين دامج، وعندنا دي ناتوريشن اوف بروتين. الانزيماتيك دايجيشن ايه المصدر بتاعها؟ قال لك والله لا اما يكون عندنا المصدر بتاع هذه الانزيمات يا دكاتره الخليه نفسها اللي ماتت، لانها بتطلع عندنا يا دكاتره من اللايزوزومز، لا اما يا دكاتره مصدر الانزيمات تكون عندنا من النيوتروفيلز او الماكروفيجز اللي هي خلايا المناعه. يعني لا اما يا دكاتره ان احنا عندنا الخليه اللي ماتت بتطلع الانزيمات دي اللي هي الانزيماتيك دايجيشن، بتطلع الانزيمات دي من اللايزوزوم نفسها لما يترابتشر، لا اما يا دكاتره الانزيمات دي بتيجي من الانفلاماتوري سيلز. مش احنا قلنا ان بيحصل عندنا انفلاميشن هنا، الخليه اللي ماتت بيحصل فيها انفلاميشن، فبتيجي خلايا الانفلاميشن اللي هي خلايا الالتهاب زي النيوتروفيلز والماكروفيجز هي اللي بتطلع عندنا يا دكاتره هذه الانزيمات، هي اللي بتطلع هذه الانزيمات. قال لك ان السيلولار كونتنتس مكونات الخليه بتطلع بره الخليه، وده بيعمل عندنا يا دكاتره انفلاميشن. طيب الديناتوريشن اوف بروتين سببه يا دكاتره ان زاد عندنا الاسيديتي، وده الكلام احنا قلناه. رقم 2 ان دخول الكالسيوم بيعمل اكتيفيشن يا دكاتره لبعض الانزيمات اللي بتعمل عندنا ديناتوريشن. تمام. طيب والانزيمات دي قال لك ديجريد الممبرين والرايبوزوم وستراكشر البروتين والنيوكليار ستراكشر. طيب جميل جدا، ماشي. لو رحنا بعدها يا دكاتره عندنا للمورفولوجي اوف نيكروزز. المورفولوجي اوف نيكروزز عندنا يا دكاتره سيتوبلازميك تشينجز ونيوكليار تشينجز. سيتوبلازميك تشينجز عندنا رقم 1 زادت الايزينوفيليا، وزادت الايزينوفيليا بسبب الديناتوريتد بروتين زي ما احنا قلنا. طيب بعدين عندنا قلنا الخليه بتبقى هوموجينس، بينما الخليه الاساسيه كانت جرانيولر بسبب الجلايكوجين اللي احنا فقدناه. رقم 3 عندنا بيبقى السيتوبلازم فاكيوليتد لان احنا فقدنا بعض الاورجانيلز. رقم 4 بيحصل كالسيفيكيشن على المايلين فيجرز اللي موجوده.
طيب النيوكليار تشينجز بيكنوزز معناها نيوكليار شرينكج وكوندنسيشن. بعدين عندنا يا دكاتره كاريوريكسز معناها نيوكليار فراجمنتيشن، وكاريوليسز معناها بريك داون اوف دي ان اي او نيوكليار فيدنج. عاوز منكم في كل واحده تعرف لي المعنى بتاعها عشان بتتسال ام سي كيو. بيكنوزز يا دكاتره، بيكنوزز معناها شرينكج، وكاريوريكسز معناها فراجمنتيشن اوف نيوكليوس، وكاريوليسز يا دكاتره معناها فيدنج اوف نيوكليوس، يعني النيوكليوس بتختفي، فيدنج اوف نيوكليوس. طيب جميل. تعالوا يا دكاتره على الباترنز اوف نيكروزز. عندنا الانواع دي، تعالوا نتكلم عنها يلا. لو رحنا اول حاجه عندنا دكاتره الكواجيولاتيف نيكروزز، قال لك هو الموست كومن تايب. ايه السبب بتاعه؟ عاوزك تعرف لي اسكيميا. اسكيميا في كل الاعضاء تعمل كواجيولاتيف ما عدا في ال سي ان اس تعمل ليكويفاكتيف. طيب ايه اللي بيحصل عندنا يا دكاتره؟ قال لك ان احنا النسيج اللي بيموت بالاسكيميا ده بنسميه انفاركت. تمام؟ يعني يا دكاتره ايه معنى انفاركشن؟ معناها اسكيميك نيكروزز. اسكيميك نيكروزز تعمل عندنا حاجه اسمها ايه؟ اسمها انفاركشن. تمام؟ طيب جميل جدا. هنا يا دكاتره قال لك ايه؟ قال لك البروتين دي ناتيوريشن دومينيت. خلاص؟ يعني بيتغلب بروتين دي ناتيوريشن. تعالوا نبص على الحته دي. وده عندنا يا دكاتره كدني. الكدني دي حصل فيها اسكيميا في الحته دي، فالحته دي ماتت. بص لما ماتت احتفظت بالقوام بتاعها، ولكن يا دكاتره اتغير اللون فقط. تمام؟ جميل. تحت الميكروسكوب تعالوا نشوف. شايفين يا دكاتره دي نورمال سيل، والخلايا دي انت قادر تميز ان كل خليه فيها نيوكليوس زرقاء جواها. طب الخلايا اللي هنا اللي هي الخلايا اللي في منطقه الانفاركشن، شايف يا دكاتره؟ انت شايف عندك ملامح خليه اهو، ملامح خليه، سيلولار اوتلاينز، ملامح خليه، ولكن يا دكاتره الخلايا دي ما فيهاش معالم، ما فيهاش نيوكليوس. تمام؟ بنسميها جوست اوف سيل، بنسميها جوست اوف سيل. تمام؟ اشباح الخلايا، جوست اوف سيل. يبقى تحت الميكروسكوب احنا بنحتفظ بالسيلولار اوتلاينز، ودي بنسميها جوست سيل يعني اشباح الخلايا. طيب النوع الثاني يا دكاتره، يبقى هنا من القاتل؟ اسكيميا في كل الجسم. هنا الليكوفاكتيف نيكروزز، الايتيولوجي بتاعها اسكيميا. بصوا الايتيولوجي عندنا يا دكاتره، الايتيولوجي عندنا هايبوكسيك ديث يعني اسكيميا في السي ان اس، او سبيوراتيف انفكشن او سبيوراتيف انفلاميشن يعني التهاب صديدي. والالتهاب الصديدي ده بيكون عندنا حاجه يا دكاتره بنسميها باس، بيتكون عندنا حاجه بنسميها باس. تمام؟ يبقى كاركترايز باي باس فورميشن، والباس ده ليكويفايد تيشو يعني نسيج بقى ليكويد عندنا يا دكاتره. تمام؟ بالاضافه ان بيبقى معاه شويه خلايا مناعه زي النيوتروفيلز. ماشي؟ طيب ايه السبب يا دكاتره، او مين اللي بيعمل عندنا الليكويفاكشن هنا؟ قال لك اللي بيعمل الليكويفاكشن هي الانفلاماتوري سيلز. خلاص؟ ودي هنعرفها اكتر يا دكاتره لما نيجي ندرس الانفلاميشن قدام ان شاء الله، واقول لك ان الانفلاميشن بتخرج عندنا انفلاماتوري سيلز، خلايا مناعه. هذه الخلايا يا دكاتره بتطلع انزيمات بتكون عندنا الباس. تمام؟ طيب بتسيح الانسجه وتكون الباس. قال لك هنا يا دكاتره ان احنا عندنا الانزيماتيك دايجيشن بريديمونيت، صح ولا لا؟ والنسيج جروسلي بيتحول عندنا الى ليكويد فيسكس ماس. فجروسلي هنا عندنا لو احنا بنتكلم في برين انفاركشن، فقال لك بيحصل دايجيشن اوف ديد سيلز. تمام؟ وقال لك ان احنا عندنا بيتحول الى ليكويد فيسكس ماس. خلاص؟ فيسكس يعني لزج، وليكويد ماس. اللي تهمنا كلمه ليكويد، واقول لك تاني وثالث ورابع، ذاكر بذكاء. طيب في البايوجينيك انفكشن، بايوجينيك انفكشن هي سبيوراتيف انفكشن يعني التهاب صديدي. قال لك ان احنا الصديد بيتكون عندنا عباره عن كريمي يلو فلويد، يعني سائل كريمي كده ولونه يلوش ان كلر، وده انسجه الجسم السايحه. تمام؟ يبقى جروسلي اختصار الكلام كله ان احنا بقى عندنا ليكويد ماتيريال. طيب جميل جدا. بصوا يا دكاتره، شايفين هنا عندنا يا دكاتره ده اسكيميا في السي ان اس. الحته دي من البرين كان رايح لها دم، ولكن انقطع الدم اللي راح لها، فحصل عندنا انفاركشن. بعد شويه النسيج ده ساح
وتفضى فكون مكانه ايه؟ شايفين كون مكانه حفره، صح ولا لا؟ بنسميها سيست. طيب جميل. ده هنا برضه عندنا يا دكاتره نفس القصه. هنا يا دكاتره شايفين ده الصوره مبكسله شويه، بس ده عندنا يا دكاتره خراج لونه اصفر، والخراج ده جواه بص، عندنا. طيب بعدين عندنا جانجرينوس نيكروزز. الجانجرينوس احنا ختمنا بيه هناك عشان قلت لك ان هو مش نوع لوحده، ولكن هو تعتبره كوميونيكيشن. لكن يا دكاتره نقوله هنا وخلاص. قال لك ان احنا عندنا نوعين، نوع اسمه دراي ونوع اسمه ويت جانجرين. النوع الدراي عندنا ده يا دكاتره مفيش بكتيريال انفكشن، او البكتيريال انفكشن مش ظاهره قوي، لكن هنا عندنا يا دكاتره في لاين اوف ديماركيشن ظاهر. هنا يا دكاتره في بكتيريال انفكشن، والبكتيريال انفكشن ده بيسيح الانسجه، بيعمل ليكويفاكتيف نيكروزز، فبيعمل عندنا ويت جانجرين اللي هي جانجرين بيبقى فيها فلويد كتير. تمام. طيب هنا اللاين اوف ديماركيشن ما بيبقاش موجود عندنا. طيب ادي عندنا يا دكاتره دراي جانجرين. شايفين يا دكاتره دي الرجل اللي فيها دراي جانجرين بهذا الشكل، في لاين اوف ديماركيشن واضح ما بين النيكروتيك تيشو وما بين النسيج الهيلثي. اما هنا يا دكاتره ويت جانجرين مفيش لاين اوف ديماركيشن واضح. طيب لو جينا يا دكاتره على الكيزياس نيكروزز رقم 4، قال لك الكيزياس نيكروزز احنا هنا عندنا في بوث انزيماتيك دايجيشن وبروتين ديناتوريشن. طيب فالاثنين بريدومينانت، ماشي. طيب جميل. قال لك يا دكاتره ان احنا عندنا هنا كيزياس معناها تشيز لايك او تشيزي لايك، ماشي. بنشوفها فين او مين السبب بتاعها؟ التيوبركلوزز. طيب تحت الميكروسكوب عندنا اختصار الكلام ده كله عندنا يا دكاتره ان احنا بيبقى عندنا structureless pink material. طبعا معلش الحته دي عندنا يا دكاتره جروس، ده كده عندنا جروس مش مايكروسكوبيك، ماشي. ده كده عندنا جروس اللي هنشوف ايه؟ هنشوف تشيزي هوموجينوس ماتيريال او تشيزي نيكروتيك ماتيريال، بتبقى عندنا سوفت وبتبقى دراي. ده عندنا دكاتره جروسلي. تمام. طيب تحت الميكروسكوب قال لك فراجمنتد كواجيوليتد سيلز وامورفس جرانيولار ديبريس. الكلمه اللي انا عاوزها منك ان احنا بيبقى عندنا structureless بينك ماتيريال، يعني ماتيريال ملهاش معالم تحت الميكروسكوب. تمام. على عكس مين؟ على عكس يا دكاتره عندنا الكواجولاتيف نيكروزز. خلاص، عشان كده قال لك على عكس الكواجولاتيف نيكروزز التيشو اركتكتشر، يعني مكونات التيشو كومبليتلي اوبليتريتد، يعني مش واضحه ابدا، اختفت تماما. اما الكواجولاتيف كان موجود، ماشي. عشان كده دي ستراكشرليس بينك ماتيريال. قال لك فيها فراجمنتد سيلز، يعني خلايا فراجمنتد وكواجوليتد متجلطه شويه. تمام. وامورفس يعني ملهاش معالم. جرانيولار ديبريس، بعض الحاجات الجرانيولار كده. تمام. structureless pink material. طيب قال لك ان النيكروتيك ماتيريال not liquefied، ماشي. ده عندنا يا دكاتره دي لونج، دي رئه. الرئه دي مصابه بالتي بي بكتيريا السل. شايفين عندنا هذا التشيزي لايك ماتيريال اسمها كازيشن. طيب ودي عندنا برضو يا دكاتره هذه التشيزي لايك ماتيريال دي اسمها كازيشن. تمام. طيب شايفين الماتيريال دي اللي موجوده هنا بقى؟ شايفين كلها يا دكاتره ستراكشرليس بينك ماتيريال، ملهاش اي معالم عندنا. دي عندنا يا دكاتره ستراكشرليس نيكروزز او ستراكشرليس بينك ماتيريال. طيب الفات نيكروزز لو حصل عندنا فات ديستراكشن، لا اما يكون عندنا انزيماتيك لا اما تروماتيك زي البريست يا دكاتره، انزيماتيك زي عندنا البنكرياتايتس بيخرج منه اللايبيز. طيب الباثوجينيسيس قال لك ان احنا بيطلع عندنا من الفات سيلز بيطلع عندنا فاتي اسيد. اللايبيزز عندنا سبليت الترايجليسرايد، يعني الدهون الثلاثيه اللي متخزنه في الفات تيشو، الى فاتي اسيد الاحماض الدهنيه. هذه الفاتي اسيد بقى يا دكاتره بتروح ترتبط عندنا مع الكالسيوم، يعملوا عندنا تشوكي وايت ماتيريال اسمها سابونيفيكيشن. تمام. طيب بص صوره السابونيفيكيشن اهي، الحتت البيضاء دي عندنا يا دكاتره بالنسبه لنا سابونيفيكيشن بهذا الشكل. تمام. ودي بالمناسبه عندنا
الميزنتري اللي هو منديل البطن اللي انا كنت بقول لك عليه، اللي هو بيخرج اللايبيز وياكله. تمام. هنا عندنا يا دكاتره تحت الميكروسكوب قال لك بتشوف شادو اوف نيكروتيك فات سيلز وفيها كالسيوم ديبوزيت. تمام. بصوا يا دكاتره، دي الفات سيلز اللي عندنا اهي، دي الفات سيلز بالنسبه لنا. تمام. وجواها ليبيد بيبان لونه ابيض ما بيبانش. تمام. والفات سيل دي احنا شايفين عليها ايه؟ ترسيبات اهو بيزوفيليك، شايفينها ترسيبات بيزوفيليك. الترسيبات دي هي يا دكاتره عندنا الكالسيوم اهي، دي الفات سيل وترسيبات بيزوفيليك هي عندنا الكالسيوم. طيب جميل 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 ماشي. اخر نوع اسمه فايبرينويد نيكروزز، والفايبرينويد ده يا دكاتره عندنا بيكون ان احنا عندنا، طيب الفايبرينويد ده يا دكاتره بيكون ان احنا عندنا اميون، عندنا اميون فاسكولايتس. قال لك في عندنا انتي بودي انتيجين كومبلكس. تمام. يعني اميون ديزيز، مرض مناعي. الانتيجين والانتي بودي بيمسكوا في بعض وبيروحوا يترسبوا عندنا دكاتره في الجدار بتاع الارتري، فبيعملوا امورفس بينك ماتيريال. يعني ايه امورفس؟ يعني ملهاش معالم. امورفس بينك ماتيريال اللي احنا شايفينها قدامنا دي اهو، ده الجدار بتاع البلاد فيسل، امورفس بينك ماتيريال. تمام. موجود عندنا في الجدار بتاع البلاد فيسل. قال لك ان هي شافوها، قال لك دي شبه بروتين اسمه الفايبرين، فقال لك دي فايبرينويد نيكروزز، فايبرينويد نيكروزز. تمام. ده عندنا دكاتره الوول بتاع الارتري في سيركمفرنشال برايت بينك اريا اوف نيكروزز. في عندنا شويه نقط زرقاء هنا يا دكاتره. النقط الزرقاء دي قال لك دي النيوتروفيلز، خلايا المناعه. تمام. طيب كده يا دكاتره نكون الحمد لله خلصنا عندنا العنوان اللي اسمه نيكروزز. كده فاضل لنا ان شاء الله تقريبا يعني 4 صفحات او 5 صفحات ونخلص الشابتر الاول. ارجوكم ما تراكموش على نفسكم، الماده كبيره ومحتاجه مذاكره. والنقطه الثانيه، عاوزكم يا دكاتره تكونوا اذكياء وانتم بتذاكروا. يعني كل الكلام اللي احنا خدناه النهارده ده احنا مجمعينه في صوره بورد واحده، فبالنسبه لك المنهج كبير جدا جدا جدا. ما تقعدش تغوص في تفاصيل المنهج، انا عاوزك تلم المنهج من فوق، عشان احنا عندنا يا دكاتره المنهج كبير جدا. فصور البورد ان شاء الله هتكون مفيده جدا بالنسبه لكم. شكرا جدا ليكم واشوفكم على خير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.